السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، معكم دهشان حسن دهشان، وجمعنا في حلقة جديدة من حلقات اللي بنسجلها فارما تيوب من كتاب فارما جايد. حلقتنا النهاردة هي الحلقة رقم 80 بداية من فارما تيوب، الحلقة رقم 3 بداية من شابتر الكيموثيرابي. بدأنا مع بعض شابتر الكيموثيرابي بجزء الأنتي ميكروبيال ايجنتس، وكانت أول حلقة عبارة عن انترودكشن وشوية مايكروبيولوجي وشوية عن الأنتي ميكروبيال ثيرابي. في الحلقة الماضية وهي الحلقة الثانية لينا اتكلمنا فيها عن أول كلاس من الأنتيبيوتكس وهي السيل وول انهبيتورز، وكانت الحلقة بعنوان سيل وول انهبيتورز بارت 1. معنى كده إن لسه في بارت 2 اللي هي حلقتنا النهاردة. بارت 1 اتكلمنا فيها فقط عن البنسلينز كأهم المجموعات اللي بتشتغل على السيل وول انهبيتورز. النهارده هنكمل مجموعاتنا عن السيل وول انهبيتورز، ايضا هنتكلم على الادويه اللي بتشتغل على السيل ممبرين. يبقى النهارده هنكمل حديثنا عن السيل وول انهبيتورز، وبعدين هنتكلم عن الادويه اللي بتعمل ديسربشن للسيل ممبرين فانكشن. يبقى انا دلوقتي يا جماعه حلقاتي كلها مترتبه، فبالتالي لابد ان انا اسمع المواضيع بشكل مرتب حتى يكتمل الفهم بالنسبه لي. النهارده هنبدا موضوعنا بمجموعه مشهوره ايضا لا تقل اهميه عن البنسلينز، وهنبدا بيها وهي السيفالوسبورينز. تعالوا بينا نبدا مع بعض حلقتنا النهارده. حلقتنا النهارده هنبدا تاني مجموعه معانا من السيل وول انهبيتورز، تاني مجموعه او تاني عيله بتشتغل على السيل وول انهبيتورز ولا تقل اهميه عن عائله البنسلينز، هي السيفالوسبورينز. سيفالوسبورينز هنعمل لها تقسيمه كده بننفرد بيها في فارما تيوب وفارما جايد، اللي احنا زي ما شفناها في البنسلينز ان احنا هنعمل التقسيمه ونشوف في التشارت اللي قصادنا ده بتشتغل ازاي الاجيال بتاعتها على جرام نيجاتيف او بوزيتيف. هي متقسمه الى 5 اجيال: فيرست جنريشن وسكند جنريشن وثيرد جنريشن وفورث جنريشن وفيفث جنريشن. دي عائلات السيفالوسبورينز. لو جينا لاول عيله وهي الفيرست جنريشن هنلاقيها شغاله بشكل كبير زي ما احنا شايفين على الجرام بوزيتيف. لو انتم مش فاهمين طبعا الشارت ده ماشي ازاي، طبعا المفروض ان احنا شرحناه في الحلقه اللي فاتت. قلنا ان هنا بدايه البكتيريا جرام بوزيتيف، وبتبدا البكتيريا تزيد معايا تزيد معايا تزيد معايا، طبعا ملهاش نهايه، سهم ملوش نهايه ملوش حاجه هتوقفه لان البكتيريا في تطور بشكل مستمر. الفيرست جنريشن سيفالوسبورين زي ما احنا اتفقنا اتكلمنا في الجرام بوزيتيف، هنا الجرام نيجاتيف بتبدا من الصفر وتبدا تزيد لما لا نهايه. لو جيت قست المسافه من هنا هنلاقيها بتشتغل على جزء من الجرام نيجاتيف، ولكن لو قست المسافه هنا هتلاقيها اكبر بكتير، فهنا بتشتغل بشكل كبير جدا على الجرام بوزيتيف. فلو جينا لخصناها هنقول ان الفيرست جنريشن الاكتيف بتاعتها اكتيف بشكل اساسي على الجرام بوزيتيف بكتيريا، وبرده ليها اكتيفيتي على الجرام نيجاتيف. لو جينا للسكند جنريشن مشينا مع السهم هنلاقي ان السهم بيقل. ازاي الكلام ده؟ المفروض ده جيل تاني، ولكن جيل تاني تطويره ابتدى يتم على الجرام نيجاتيف، ولكن وجدوا ان الجرام بوزيتيف بتاعته بتشتغل اقل من الفيرست جنريشن. شايفين السكند جنريشن بتشتغل على الجرام بوزيتيف اقل من الفيرست جنريشن، ولكن على الجرام نيجاتيف خدت حيز كبير من الجرام نيجاتيف. يبقى دلوقتي الفيرست جنريشن دلوقتي هي اللي رقم واحد على الجرام بوزيتيف، السكند جنريشن زادت على الجرام نيجاتيف بس قلت على الجرام بوزيتيف. طب ننزل لتحت شويه على الثيرد جنريشن، نمشي مع السهم كده، نلاحظ السهم كده وهو ماشي 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 ماشي، ايه ده ايه ده ايه ده الموضوع بيقل معايا على الجرام بوزيتيف وبيزيد بشكل كبير على الجرام نيجاتيف زي ما احنا شايفين في الثيرد جنريشن. هنا بقى نبدا نتكلم ان الثيرد جنريشن شغاله بشكل كبير جدا على الجرام نيجاتيف وحاجات بسيطه قوي على الجرام بوزيتيف. لو جينا للفورث جنريشن هنلاقيها لا بتغطي حيز كبير من الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، والفيفث جنريشن بتغطي اعلى تغطيه من الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف. دي يا جماعه بالنسبه لي ملخص سريع عن الاجيال بتاعه عائله السيفالوسبورينز. هنمسك جيل جيل طبعا ونقول خباياه ونقول اسراره ونقول كل المعلومات عليه، ولكن خلونا نتكلم ان جنرال الاول عامه كده عن العيله، وبعدين نبدا نمسك جيل جيل من الاجيال بتاعه السيفالوسبورينز. لو هنتكلم كده ان جنرال هنقول ان السيفالوسبورينز هي عباره عن بيتا لاكتام انتي بايوتكس، مش عايزه يعني اي الكلاس بتاعها هو بيتا لاكتام انتي بايوتكس. الاستراكشر بتاعها والفانكشن بتاعته شبيهه بالبنسلين. ليه؟ لان انا حاطط لك الاستراكشر عشان تبدا تقارن ما بينهم مش عشان تحفظه. هتلاقي ان الشكل بتاعه في البيتا لاكتام وشكله مقارب بشكل كبير لعيله البنسلينز، والوظائف بتاعته ونفس الميكانيزم ونفس كل حاجه مقارب لعيله البنسلينز. هنلاقي هنا في ار1 وار2، الاستبدال بتاع ار1 وار2 السايد تشين دول بيبقى العائله نفسها، يعني العيله دي بتختلف عن طريق الار1 والار2 في الاجيال او في افراد كل جيل من هذه العائله. السيفالوسبورينز دي تم اكتشافها امتى؟ تم اكتشافها لاول مره سنه 1945 وبداوا يستخدموها سنه 1964. سيفالوسبورينز ايزوليتد ناتشورالي، طلعت كده واخرجوها ناتشورالي من فطر اسمه سيفالوسبوريوم اكريمونيوم. سيفالوسبوريوم اكريمونيوم عشان كده سموها عائله السيفالوسبورينز نسبه الى الفطر اللي تم استخراج منه هذا المركب. سيفالوسبورينز صناعيا بقى ابتدوا يصنعوها ديريفاتيف كلها من السبع امينو سيفالوسبورينيك اسيد.
7 امينو سيفالوسبورونيك اسيد، اللي هو الشكل ده اسمه 7 امينو سيفالوسبورونيك اسيد. كل العيله ديريفاتيف من الشكل ده. طب فاكرين عيله البنسلينز كانت ديريفاتيف من ايه؟ من ال 6 امينو بنسلينيك اسيد، من ال 6 امينو بنسلينيك اسيد. طيب السيفالوسبورينز المود اوف اكشن او الميكانيزم اوف اكشن بتاعها زي البنسلين، مش هنشرحه طبعا خلاص. والريزيستنس بتاعه البكتيريا زي البنسلين، مش هنشرحها طبعا. هنخش بقى في الفارماكوكاينetics. عيله السيفالوسبورينز بتتوزع بشكل جيد قوي قوي في البادي فلويد، بتخش وتتغلغل البادي فلويد، بتعدي البلاسينتا، ما هياش تراتوجينيك. كاتيجوري بي بتستخدم في الحمل بشكل امن. السيفالوسبورينز بتخرج ازاي؟ بتخرج عن طريق الكدني، عن طريقين اللي انا كلمتكم عليهم في حلقه البنسلينز الحلقه الماضيه. طريقه يولر سكريشن وده بنسبه 90% و10% جلوميرال فلتريشن. وهنا محتاج اراجع جرعتي بالنسبه للناس اللي عندهم رينال ديسفانكشن، محتاج اراجع جرعتي، مهم والله مهم. والدكاتره اللي شغالين في الطوارئ والمستشفيات والعيان بيبقى واقع وبيعلقوا له محاليل وبيعلقوا له سيفالوس، لازم يطمنوا الاول عن الرينال فانكشن بتاعته علشان يطمنوا ان ما يحصلش الدوز بتاعه الدواء ما تخرجش، لان الدواء ده زي ما قلت لكم بيخرج ان تشينج عن طريق الايه، يعني جزء كبير جدا بيخرج ان تشينج عن طريق الكدني، فبالتالي لازم يطمنوا على وظائف الكدني. فيهم مشكله في الوظيفه لازم اعمل ايه؟ دوز ادجستمنت، يبقى انا راجع الدوز بتاعتي واعمل لها ادجستمنت. في هنا عندي اكسبشن مهم قوي انك تعرفه، دواء اسمه السيفترايكزون، ده في الجيل الثالث اللي هو الثيرد جنريشن سيفالوسبورينز هنشرحه دلوقتي. ودواء اسمه سيفوبيرازون نفس الجيل بتاعه. الاثنين دول في اكسبشن معاه ان هم بيخرجوا عن طريق البايلز، هم الفيسز. يبقى انا دلوقتي دول ممكن يتم استخدامهم لو واحد عنده ايه؟ رينال ديسفانكشن. شفت بقى الاكسبشن الجميل ده هيديني ميزه للدوايين دول، اوعى تنساهم معايا. طيب نيجي بقى نتكلم على السايد افكتس. السايد افكتس بتاعتها مقتربه بشكل كبير للبنسلين، يبقى زي البنسلين. العيله دي يا جماعه على فكره من العائلات الموست افكتيف ومنتشره بشكل كبير وبيتم استخدامها بشكل كبير واقل توكسيستي، يعني من اقل المضادات الحيويه سميه هي البنسلينز والسيفالوسبورينز، الاثنين زي بعض. طيب يبقى احنا بنتكلم عن بعض الحاجات اللي ممكن تحدث عند نطاق يعني قليل جدا من الناس، اللي هي ايه؟ اللي هي الالرجيك رياكشنز، الحساسيه. هل هي ليها حساسيه زي البنسلينز؟ بنسميها كروس سنسيتيفيتي. ايوه ليها كروس سنسيتيفيتي. كلمه كروس سنسيتيفيتي يعني البيتا لاكتام رينج هي اللي بتعمل حساسيه، فبالتالي ليها كروس سنسيتيفيتي مع العيله كلها. بس زي البنسلينز، دي نقطه مهمه جدا يمكن هتفكر فيها بعدين. هل الشخص اللي عنده حساسيه من البنسلين ممكن يبقى عنده حساسيه من عائله البنسلينز والسيفالوسبورينز كلها؟ ايوه، بس بنسبه كام؟ دي نقطه مهمه جدا، بنسبه 5 ل 10%. عايز اوضح لك اكتر يعني ايه. يعني الاشخاص اللي عندهم يعني مثلا 100 شخص عنده حساسيه من البنسلين، 100 شخص عنده حساسيه من البنسلين، يجي ياخد البنسلين الحقن وبتاع يجي له حساسيه. 100 شخص، 10 منهم او 5 ل 10 منهم ممكن يعانوا من حساسيه من السيفالوسبورينز. معنى كده ان في نسبه ولكن ضعيفه اللي هي 5 ل 10% من الناس اللي عندهم حساسيه البنسلين ممكن يحصل لهم حساسيه من السيفالوسبورين، وخاصه الجيل الاول من السيفالوسبورين. ايه ده انت عملت ضيق للموضوع ايه اكتر واكتر. ولكن في الاعتبار لازم اقول لك استخدم الكلام ده بحذر. يعني مش معنى كده ان انا بديك الضوء الاخضر انك تستخدم، اقول لك يا عم 5 ل 10% وبتاع مش مشكله، ولكن ده مش معناه ان انت بتاخد الضوء الاخضر، لا ده معناه ان انت يبقى عندك كوشن كده وعندك ايه يعني تستخدم بحذر طبعا الكلام ده كله. طيب في بعض الاعراض ممكن تظهر للبعض بقى بشكل كبير، اللي هي بقى مشاكل ممكن مثلا ستومك كرامبس، ممكن ابسط او نوزيا او فوميتنج او دايريا. والدايريا ده بيبقى ممكن يبقى ليه علاقه بالسوبر انفكشن ده لو تم استخدام العيله دي لفتره كبيره. طيب طبعا كلمه سوبر انفكشن انا مش هوضحها مره اخرى، اتكلمناها في الحلقه اللي فاتت والحلقه اللي قبلها. بعد كده ممكن يحصل انترستيشن نفرايتس وده نادر جدا حدوثه، وفي الهاي دوز والناس اللي عندهم مشاكل رينال ديسفانكشن. ده بالنسبه للانترستيشن نفرايتس. بالنسبه بقى لنقطه مهمه قوي مش بتحصل مع كل العيله، ولكن في بعض الادويه من او بعض الافراد من عائله السيفالوسبورينز بتعمل حاجه اسمها هايبوبروسترومبينيميا، يعني البروسترومبين بيقل، هايبوبروسترومبينيميا. وكمان بتعمل دايسلفيرام لايك رياكشن، يعني لو الشخص خد الدواء وشرب كحول معاه يحس بايه الاعراض بتاعت اللي هي ايه الدايسلفيرام لايك رياكشن. ليه بقى؟ لان العيله او احد الافراد بتاعت العيله دي فيها سايد تشين. السايد تشين دي بتعمل بلوك للفيتامين كي ايبوكسيد ريدكتيز انزيم، فبالتالي بتعمل اللي هو ممكن السيوله الزايده دي لانها بتقفل الانزيم اللي هو فيتامين كي ايبوكسيد ريدكتيز انزيم، كمان بتقفل الانزيم المسؤول عن الميتابوليزم بتاع الايثانول، فبالتالي هيديني
تو سايد افكتس دول. طب زي ايه من العيله بيحتوي على السايد تشين دي اللي هي ان ميثايل سايوتترازول، هي دي السايد تشين اللي بتعمل الكلام ده. زي السيفوبرازون اللي هو براند اسمه سيفوبيد. سيفوبرازون في طبعا اتنين كمان بس مش منتشر استخدامهم معانا، ده اللي كتبناه كاكزامبل عشان هو ده اللي منتشر استخدامه معانا، ممكن يعمل الاثنين دول. وعرفنا السبب ايه، سبب التو سايد افكتس دول ايه. خلاص اهدى معايا وركز، هنمسك جيل جيل، هنقول لك اسراره، هنقول لك حاجاته، والموضوع بسيط جدا. وصدقني يعني جزء الانتي بايوتكس هيبقى اسهل جزء سمعته في فارماتيو. فبالتالي روق دماغك، عايز تروح تعمل لك كوبايه شاي كوبايه قهوه وتعمل بوز للفيديو وتكمل بعدين مفيش مشكله، بس احنا لسه ما قلناش حاجه. خلاص طيب اقعد معايا واستمع. اول جيل وهو الفيرست جنريشن سيفالوسبورنز، سيفادروكسيل، سيفالاكسين، سيفرادين، وكاتبين واحد لتحته كده لوحده، وقاصدين ان احنا نعمله في الايه لوحده كده اللي هو السيفازولين. ليه؟ لان هو الوحيد اللي موجود بارنترال فقط، موجود بارنترال فقط في الجيل ده، يعني هو حقن بس وحاطينه لوحده كده. واحد يجي يعمل مثلا سيرش مثلا فيرست جنريشن سيفالوسبورنز، ممكن يخش مثلا على الويكيبيديا، يخش على هيلاقي ايه ده؟ انت كاتب لي 4 بس، 1 2 3 4 وفي بتاع مثلا 10 في الفيرست جنريشن. تمام معاك في ده كله وفي الاجيال، ولكن دول الموست كومن فيرست جنريشن سيفالوسبورنز. يعني احنا عندنا في مصر دول بس اللي موجودين فيرست جنريشن، في بعض الدول كتير جدا جدا هم الاربعه دول اللي موجودين في الفيرست جنريشن سيفالوسبورنز. طب افرض انت في دوله ثانيه في دواء لو زاد هيزيد واحد بس، لو زاد عندك هيزيد تصنيع واحد بس، مش كتير يعني، مش كلهم بيتصنعوا طبعا، في حاجات منهم ليه ابتدوا يظهر لهم حاجات الشركات ما بتصنعهمش، فدول افضل حاجه يتم تصنيعهم في الفيرست جنريشن سيفالوسبورنز. هم الاربعه دول بشكل شائع جدا جدا يعني. انت تعمل ايه؟ بسيطه يعني، ممكن تكتب في جنب هنا وتكتب اسم الدواء وخلاص. هو لان القاعده اللي انا هقول لك عليها دي بتنطبق، يعني الاكتيفيتي بتاعت العيله كلها بتنطبق عليه. فلو انت هتضيف بس اسم الدواء، فمش حابين نزود عشان عايزين نحفظ بقى الاربعه دول بشكل كويس. قول معايا سيفادروكسيل. طبعا كل واحد ليه، مش ده البراند اللي يعتبر مش اصلي، يعني في مالتي ناشونال كتيره، شركات مالتي ناشونال كتيره بتصنع سيفادروكسيل. يعني الديوراسيف ده هو ممكن يبقى الاول، او بس في مالتي ناشونال كتير بتصنع براندات كتير. احنا عندنا على فكره فقره الصيدليه النهارده مليانه. انا تقريبا بقالي ساعتين بشتغل في فقره الصيدليه بس في البرزنتيشن، وزهقت قلت اسجل الحلقه وبعدين اكمل وبعدين ابقى اسجل بعدين فقره الصيدليه. فبالتالي انا كاتب لك البراند ده كاكزامبل، لان الكتاب ده ما هوش كتاب تجاري. كتاب فارما جايد الاوريجينال اللي هو الداتا الاصليه اللي احنا بنشتغل على الاصدار الجديد ده ما هوش كتاب تجاري، فانا لو اديتك اكزامبل فبديك اكزامبل واحد بس. اما كتاب فارما جايد البري وورك ده كتاب تجاري اللي هو الخريج بتاع الخريجين، ان شاء الله خلال ايام قليله جدا هينزل، ده كتاب تجاري فمغرقينه براندات، ده انه كتاب تجاري، هو ده شغل تجاري. فبالتالي مش عايزين نخلط العلم الاكاديمي بالعلم التجاري شويه. احنا لو اديك اكزامبل، عاملين فقره الصيدليه هنلم لك فيها البراندات كلها. فبالتالي كل اللي انا عايز اقول لك ان السيفادروكسيد دي كماده براندات كتيره جدا، شركات مالتي وشركات لوكال، والدنيا كتيره قوي كبيره قوي في موضوع الادويه دي. عيله السيفالوسبورنز من اكبر العائلات الموجوده في الصيدليه، اكبر العائلات مش كانتي بايوتكس، كعائله دوائيه يعني. يعني زي المسكنات، زي بشكل كبير جدا جدا موجود منها براندات كتيره قوي قوي قوي. خلاص فتركز معايا. سيفادروكسيل، سيفالاكسين، تمام، سيفرادين، والسيفازولين. طيب انت قلت لي بيشتغل على الجرام بوزيتيف اكتر، خلاص يبقى انا هديله جود اكتيفيتي اجينست جرام بوزيتيف، اللي هم ايه يعني شغال على ستاف اوريس، ستافيلوكوكس ابيديرمس، ستريبتوكوكس بايوجينز، وستريبتوكوكس نيمونيا، وبعض الانيروبيك ستريبتوكوكساي. يعني ممكن نديها نجمتين طبعا، يعني تاخد نجمتين معانا كده برتبه ملازمه اول كده معانا. يعني النجمتين دول ده كده حاجه احنا عاملينها في فارما جايد، بحيث ان انت لما تبص على النجمتين ده دي ليها جود اكتيفيتي. طب لو تشوف للجرام نيجاتيف هتلاقي ليها سم، مش جود بقى، سم اكتيفيتي. يعني شغاله على ايش؟ واخده الاشريشيا كولاي، كليبسيلا نيومونيا، والبروتياس مايربلس، وواخده نجمه واحده. ما تستاهلش النجمتين، والله ما تستاهلش النجمتين. السيفادروكسيل هنا عشان تعرف تنطق، سيفادروكسيل، سيفالكسين، وسيفرادين، وسيفازولين، دول الموست كومن وحاطين خط عشان لما واحد يجي يقول ده ايه ده في حاجات ناقصه، فتبقى انت ايه عارف كلامنا واضح ودقيق. هما الموست كومن فيرست جنريشن سيفالوسبورنز. السيفازولين هو الافيلابل اونلي بارنترال فورميوليشن. العيله دي بتعدي البلاد برين بارير؟ لا، العيله دي ما بتعديش البلاد برين بارير، فهي نوت افكتيف في المينينجايتس.
خلاص. بالنسبه للدوز، دي الدوز بتاعه العيله، دي الدوز بتاعه العيله، احنا مش هنقراها كلها ولكن حابب اوضح لك حاجه. لما نيجي نكتب هنا مثلا اليوجوال تشيلدرن دوز من 25 ل 50 مللي جرام بير كيلو جرام في اليوم، مقسومه تتاخد، يعني اشوف الجرعه الكليه واقسمها، اخدها كل 6 ساعات او 8 ساعات. 6 دي 6 ساعات او 8 ساعات، 6 او 12، يعني دي 6 ممكن تتقسم كل 6 او كل 12 ساعه. خلاص، دي الدوز كده، يعني اللي حابب يتعرف عليها يتعرف عليها، بس لو بصيت وركزت هتلاقيها متقاربه جدا كلها من بعضها. ندخل في الجيل الثاني، سكند جنريشن سيفالوسبورينز. كاتبين عندنا 4 ادويه: سيفاكلور والسيفيروكزين والسيفبروزيل والسيفوكسيتين. طبعا فقره الصيدليه مليئه، هنتكلم فيها على البراندات ونتكلم شويه تجاري في اخر الحلقه، فبالتالي لو ما قلتش البراندات وانا بشرح ما تاخدش في بالك، كده كده هنشرحها بشكل كافي في فقره الصيدليه. طيب لو جينا اتكلمنا على الاكتيفيتي بتاعتها على جرام بوزيتيف، ايه ده ليس اكتيفيتي اجينست جرام بوزيتيف، شغاله على الستاف اوريو ستاف، ستريبتوكوكس بايوجينز والستريبتوكوكس نيومونيا والانيروبيك ستريبتوكوكساي، يعني اقل شويه من العيله اللي فاتت، وهنا خدت نجمه معانا ما تستاهلش النجمتين. بقى ليها جود اكتيفيتي اجينست جرام نيجاتيف، يعني مين؟ يعني ضيف على اللي فات، احنا قلنا في اللي فات ايه؟ البروتياس والكليبسيلا والاشريشيا كولاي، يعني ده اللي فات، السلايد اللي فات، ضيف عليهم اللي تحت دول: هيموفيلس انفلونزا، انتروباكتر ايروجينز، والنيسيريا سبيشيز زي النيسيريا جونوريا اللي هي معموله يعني بتعمل اللي هو الجونوريا. ده بالنسبه للاكتيفيتي بتاعت السكند جنريشن سيفالوسبورنز على الجرام نيجاتيف، فهنديها نجمتين، وهي تستاهل فعلا وتستحق النجمتين. لو جينا نتكلم، العيله دي عباره عن ايه؟ سيفاكلور، سيفيروكزين، سيفبروزيل، سيفوكسيتين، ودول الموست كومن سكند جنريشن سيفالوسبورنز. العيله دي ما بتعديش البلاد برين بارير اكسبت سيفيروكزين. سيفيروكزين اللي هو البراند اللي هو زيناسيف او زينات، ده اللي هو السيفيروكزين، يعني كلها ما بتعديش البلاد برين بارير ما عدا السيفيروكزين. يعني ممكن استخدمه في المننجايتس؟ لا. ما انت بتقول لي بيعدي يا عم. لا، ليه؟ لان انا عندي حاجات تانية احسن زي السيفوترايكزون والسيفوتاكسين، دول في الثيرد جنريشن بيعدوا بقى واحسن منه، افكتيف احسن منه، فمش هسيبهم واخده يعني، بس عايز اعرفك ان هو بيعدي البلاد برين بارير كمعلومه. طيب بالنسبه للسيفيروكزين في مشكله بس فيه كده، ان هو من ضمن الحاجات الوحشه قوي لو اتعملت سسبنشن. لو اتعملت سسبنشن للاطفال حاجه وحشه قوي، اللي هو ايه؟ ماده السيفيروكزين. يعني مثلا السيفاكلور جميله قوي، طعمها حلو، بتتعمل بطعم الفراوله، والسيفبروزيل بتتعمل بطعم الفراوله برضه. على فكره السيفاكلور كلها طعم الفراوله، يعني من ضمن الحاجات اللي طعمها حلو قوي في المضادات الحيويه. ما هو برضه معلش، انت كدكتور وصيدلي ودكتور طبيب عايز تكتب دواء لطفل، فبتراعي حته الاكسبتابل تيست، ما يعني تمام، بتراعيها شويه. السيفيروكزين ده من ضمن الحاجات اللي طعمها وحش وحش قوي، تمام، فبتحتاج ان انت تقعد ترج الازازه قوي 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 لمده طويله عشان تقلل الطعم، وبالتالي فهو من الحاجات من اكتر المضادات الحيويه طعمها وحش في المضادات الحيويه كلها، يعني اللي هو السيفيروكزين. بالنسبه للدوز، دي الجدول بتاع الدوز بتاعنا مجمعينه طبعا. دي الدوز بتاعت اليوجوال ادلت دوز، يوجوال ادلت دوز واليوجوال تشيلدرن دوز. ده بالنسبه للسكند جنريشن سيفالوسبورينز. بصوا في جرعات كده هتحفظها في الثيرد جنريشن، ما تستعجلش يعني ما تستعجلش، هحفظك حاجات دلوقتي مهمه. انا قلت لك انا هحفظك الحاجات المهمه. الثيرد جنريشن سيفالوسبورينز عندنا البارنترال والاورال. يعني ايه بقى؟ انت ابتديت تقسم دلوقتي في حاجات بارنترال وفي حاجات اورال. معنى كده ان البارنترال ما فيهوش اورال، والاورال ما فيهوش بارنترال، يعني الاربعه البارنترال ما فيش منهم اورال، والاربعه الاورال ما فيش منهم بارنترال. ركزتوا معايا؟ طيب نيجي نقسمهم بقى، ودي من اشهر العائلات استخداما على الاطلاق في المضادات الحيويه كلها. يعني انا دلوقتي قدام مضادات حيويه الاشهر استخداما على الاطلاق بعد عيله البرود سبيكترم بنسلين زي الاوجمنتين والايه واليوناسين. البارنترال عندنا السيفوترايكزون، السيفوتاكسين، السيفوبيرازون، السيفتازيديم، دول بارنترال ثيرد جنريشن سيفالوسبورينز. الاورال سيفوكسيم، سيفودينير، سيفوبيدوكسيم، سيفديتورين، دول الاورال. تعالى قسم لي، قلنا الاكتيفيتي بتاعتهم على الجرام بوزيتيف اقل من السكند والفيرست، اقل من السكند والفيرست، يعني تروح للستريبتوكوكس نيومونيا والبايجينز وبعض الستريبتوكوكساي هتديها نجمه ولا؟ والله انا كنت عايز اديها نص نجمه، بس حسيتها ان هي شكل النص نجمه وحش في ان انا احطه، قلت ان هي اصلا ما تستاهلش حتى نص نجمه، فسبتها فاضيه كده.
نيجي بقى ليها excellent activity against gram negative. يعني ايه هم بقى زي السكند جنريشن؟ ما انت تقول لي ايه هم السكند جنريشن؟ السكند جنريشن كان عباره عن ايه؟ هنقول الاول الفيرست يا جماعه كان عباره عن اشريشيا كولاي، كليبسيلا نيومونيا والبروتياس. والسكند ضفنا عليه بتوع الفيرست ضفنا عليهم هيموفيلس انفلونزا والانتيروباكتر ايروجينز والنيسيريا سبيشيز، دول السكند. ضيف عليهم بقى السودوموناس ايريجونوزا، ودي بكتيريا رخمه على فكره، رخمه قوي قوي قوي، السودوموناس ايريجونوزا. وسراتيا دي مش مهمه قوي، بس السودوموناس ايريجونوزا هي من البكتيريا فعلا الرخمه، فبالتالي ان هي تشتغل على العيله دي. طيب بس عايز اقول لك معلومه، مش العيله كلها شغاله على السودوموناس ايريجونوزا، مش العيله كلها شغاله على السودوموناس ايريجونوزا. اللي شغالين على السودوموناس ايريجونوزا اتنين فقط من العيله دي، وهما بارنترال، هما الاثنين السيفتازيديم اللي هو الفورتم، والسيفوبيرازون اللي هو السيفوبيد. الاثنين دول فقط هم اللي شغالين على سودوموناس ايريجونوزا. طب نيجي نتكلم بقى عن العيله دي، هنديها ايه؟ طبعا 3 نجوم تستاهلهم. سيفتراكزون، سيفوتاكزيم، السيفوبيرازون، السيفتازيديم ار ذا موست كومن بارنترال سيروجينيس فالسبورون، بيعدوا البلاد برين بارير. السيفكزيم والسيفدينيل والسيفودوكسيم والسيفتورين موست كومن اورال سيروجينيس فالسبورون. الجروب دي يا جماعه ليها برود سبيكترم اكتيفيتي على الجرام نيجاتيف، ابتدت تشتغل اكتر على الجرام نيجاتيف. عندنا السيفتازيديم والسيفوبيرازون، الاثنين دول فقط اللي ليهم انتي سودومونال اكتيفيتي، اللي شغالين على السودوموناس ايريجونوزا. السيفوبيرازون اللي هو سيفوبيد موجود منه براند اللي هو السالبيرازون، برضو بتاع شركه فايزر. ما هي فايزر عامله السيفوبيد اللي هو السيفوبيرازون لوحده، عامله كومبينيشن مع السالباكتام. اوعى تقول لي ما تعرفش يعني ايه السالباكتام. السالباكتام ده اللي هو البيتا لاكتاميز انهبيتور، اللي بيعمل انهبيت للانزيم اللي بيكسر البيتا لاكتام. فده هيبقى حاجه حلوه قوي. عاملين براند كده 1.5 جرام، يعني عباره عن ايه؟ 1 جرام من السيفوبيرازون ونص جرام من السالباكتام. السيفوبيرازون معلومه مهمه قوي قوي، بيقول لك ممكن يعمل حاجه اسمها تستيكولار اتروفي، يعني ضمور في الخصيه، ولكن عند الحيوانات مفيش بيبر بتؤكد ان هي بتحصل عند الانسان. ولكن ابتدت الاطباء والدكاتره يخافوا شويه من النقطه دي، فابتدوا يبعدوه عن الاطفال، ابتدوا يبعدوه اللي هو السيفوبيرازون، ابتدوا يبعدوا استخدامه على الاطفال. ولو فتحت الليفلت هتلاقي الكلام ده موجود، ودي نقطه شائكه قوي قوي قوي. وبصراحه الدواء ده كان حلو وشغال على السودوموناس ايريجونوزا وبتاع، فخلى السيفتازيديم يعلى عنه شويه. يعني بص لما يبقى فيه دوايين بتنافسوا قوي ويجي كده حاجه تلغوش عليه، يعني مجرد لغوش عليه يقول لك ده بيأثر يا عم وبيعمل تستيكولار اتروفي في الانيمالز، فيدي فرصه للمنافس بتاعه ان هو يعلى عليه في الاطفال، خاصه الاثنين شغالين على السودوموناس. فكره يا جماعه الكلام ده تجاري وكلام بهاريز قوي، بنقول بهاريز صعب انك تلاقيها في حته ثانيه. فالبهاريز دي كلها ركز معاها فيها، هتفهمها بعدين لما تيجي تشتغل وبتاع، فيجي الفورتم يعلى عليه قوي في حته ان هو يشتغل في الاطفال وخاصه الرضع والكلام ده. خلاص على فكره الفورتم هو افضل واحد في العيله دي، البارنترال هو افضل واحد. ليه؟ حاجات كتير قوي، خاصه ان هو شغال على سودوموناس ايريجونوزا ملوش مشاكل يعني. خلاص هنيجي لسه في السيفتراكزون ليها مشاكل والكلام ده كله، فبالتالي هو افضل واحد في العيله دي كبارنترال، وافضل واحد في العيله دي كاورال. سيفكزيم والسيفدينيل الاثنين دول بيعتبروا افضل حاجه في العيله دي، ومن افضل المضادات الحيويه يعني. طيب تعالوا بينا نتكلم على سيفتراكزون، ناخد السيفتراكزون بقى ونتكلم عليه، بحيث ان هو اكتر حاجه بتستخدم على الاطلاق يعني على الاطلاق. يمكن في حته كوميديه كده هنقولها في فقره الصدريه هنبقى نقولها، ان السيفتراكزون بيقول لك يعني بيقولوا ان السيفتراكزون ده ما هوش علامه ان الفيفر ارتفاع درجه الحراره ما هوش علامه لسيفتراكزون ديفيشنسي. يعني لما واحد يسخن كده ويجي له درجه حراره مرتفعه، ده مش علامه انه عنده نقص في السيفتراكزون فتروح تديله سيفتراكزون، لان السيفتراكزون دلوقتي كمضاد حيوي اي حد بيكتبه. فابتدى الموضوع ككوميدي شويه، وعلى فكره في الدول كلها مش عندنا بس. فالفيفر ما هياش ساين للسيفتراكزون ديفيشنسي. طب بالنسبه للسيفتراكزون نتكلم عليه شويه. هو بيدوب كويس قوي 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 في الليدوكاين، بيدوب كويس، من احد الافراد العيله دي اللي بيدوب كويس قوي قوي في الليدوكاين. فابتدوا يعملوا منه يعني يدوبوه في الليدوكاين عشان يتاخد حقن عضل. ليه بقى؟ لان الباودر بتاع المضادات الحيويه عامه بيوجع شويه، فالسيفتراكزون لو انا حليته في ميه بيتحل في ميه، ولو اديته عضل هيعمل الم شديد قوي. بس انا لقيته ان هو بيدوب في الليدوكاين. ايه المشكله ان انا لو هو بيدوب في الليدوكاين، ايه المشكله ان انا لما اجيب امبول ليدوكاين وادوب فيه الباودر واحقنه عضل؟ مش هحس بحاجه خالص. فبالتالي لو عملت الكلام ده لازم
لازم يتحقن عضل فقط. يعني لو وفرت منتج فيه الباودر بتاع السيفتراكزون جنبه امبول ليدوكاين عشان يتحل فيه، لازم يتاخد عضل بس. ليه ما خدوش وريد؟ لان الليدوكاين لو اتاخد اي في هيعمل توكسيستي ويمكن يعمل اريزميا، فبالتالي لازم ياخد ايه؟ اي ام فقط. اما الوريدي سيفتراكزون الوريدي الامبول بتاعه هيبقى ميه. يبقى انت هتلاقي الشركه منزله حاجتين، سيفتراكزون حاجتين للعضل وللوريد. في منتج للعضل ده جواه الامبول بتاع الليدوكاين، وفي للوريد ده المنتج بتاعه اللي موجود بتاعه الميه اللي هي بتتحل في ميه. خلاص، يبقى الشركه موفره حاجتين، عضل ووريد. المختلف في الامبول. انت بقى كصيدلي لو انت بقى طبعا لو انت عايز تبدل الامبول، لو انت مثلا عندك العضل ممكن تجيب امبول ميه وتحله، دي كلها ملهاش يعني خلاص طالما انت فاهم القصه خلاص يعني. بس اهم حاجه ما يتاخدش ليدوكاين اي في. طيب السيفتراكزون مكتوب دونت ميكس، على فكره كاتبينها كابيتال كلها، معناها ان الموضوع تحذير كبير قوي. السيفتراكزون اوعى يتخلط مع المنتجات اللي فيها كالسيوم. يعني انا عندي محلول اللي هو الرينجر سوليوشن، الرينجر ده جواه كالسيوم، فانا لو حطيت سيفتراكزون بيتكون حاجه اسمها كالسيوم سيفتراكزونات، ودي من الحاجات الخطيره. فبالتالي السيفتراكزون مش بتحط على الحقنه، مش بتتحط على محلول الرينجر. السيفتراكزون نوت في عندي كابيتال هنا، ما بتستخدمش في البريماتيور نيونيتس اللي هم الرضع اللي لسه مولودين قبل اكتمال النمو، او الرضع اللي عندهم زياده في البيليروبين اللي هم عندهم صفرة. ليه؟ لانه بيحل محل البيليروبين على البلازما بروتين، فبالتالي هيزود نسبه الصفرة عندهم. يبقى انا هعيد حساباتي في استخدام السيفتراكزون عند الرضع او الناس اللي هم الاطفال الصغيرين اللي عندهم صفرة. طيب بالنسبه للعيله دي بتخرج كلها عن طريق الكدني، ما عدا عندي اكسبشن السيفوبرازون والسيفتراكزون هم اللي بيخرجوا عن طريق البايلري، فبالتالي مش بتحتاج دوز ادجستمنت في ناس عندهم رينال انسفشنسي او رينال ديسفانكشن. دي حته حلوه قوي قوي للسيفوبرازون والسيفتراكزون. العيله دي يا جماعه هي دراج اوف تشويس، هي في دراج اوف تشويس في التايفويد فيفر والجونوريا والمنجيتس، خاصه السيفتراكزون والسيفوتاكسيم. ده بالنسبه لمعلومات عن العيله دي. على فكره يا جماعه دي خلاصه الخلاصه، مش جمعناها في يوم وليله، احنا سجلنا العيله دي. لو تشوفوا الناس اللي سمعت الفيديوهات القديمه في 2012 كنا مسجلين جزء من المعلومات دي. لما بنذاكر تاني بيدينا معلومات اكتر، لما بنذاكر مره اخرى بيدينا معلومات اكتر، وابتدينا نلخص لغايه لما وصلنا للسلايد اللي قصادنا دي. فاحنا مش وصلنا لها بسهوله، وصلنا لها بعد تجارب كتيره جدا علشان نقدر نلخص بالشكل ده. فممكن واحد من الاخوه الافاضل اللي بيسمعوني باللغه العربيه كده يعمل لي بوست كده على الفيس بي المعلومات دي كلها وينفي المصدر بتاعه اللي هي فارماتيوب او فارماجايد، او واحد يسجل فيديو مشابه وينقل المعلومات دي كلها بس يحط التاتش بتاعه يتكلمها شويه باللغه العاميه شويه. ومع اننا بنشرح عربي انا مش عارف ايه الفكره يعني، بس عامه الكلام ده ظهر مؤخرا وانا رصدته. فالداتا دي يا جماعه انا مش تايه عنها، الداتا دي انا تعبت قوي فيها ومجمعها. فارماجايد وفارماتيوب ما هي الا خطه منهجيه للشرح الفارما، خطه منهجيه مش معلومات. المعلومات دي مش بتاعتنا، اللي انا بقوله ده مش بتاعي والله، بس دي خطه يعني احنا واضعينها ورصدينها بنقاط معينه وترتيب معين ماشيين. شرحنا مايكروبيولوجي الاول ده وشرحنا ده كله بخطه زي ما بخطه. لما نحط الحاجات دي يبقى احنا عارفين. فانا لما اجي اشوف محتوى زي ده وشايف الخطه هي فده يبقى من فارماتيوب وفارماجايد، لان مفيش اي ابتكار في الخطه. فارماتيوب وفارماجايد احنا ما بنبتكرش المعلومه، ما بنبتكرهاش، بنبتكر طريقه لعرضها. لما نحط كيميكال ستراكشر لدواء فاحنا قاصدين نحطه عشان هدف معين. لما نرتب المعلومات بالتسلسل ده فاحنا مرتبينها لتسلسل معين. فبالتالي يا ريت الناس الداتا دي تعبنا فيها واحنا شغالين من 2011 عشان نوصل للمستوى اللي بنقدمه ده. فبالتالي اي حد ينقل محتوى احنا ما عندناش مشكله انك تنقله، بس اذكر المصدر بتاعك او الحاجات بتاعتك. ومصادرنا كلها فارماتيوب وفارماجايد هنوفرها في حلقه خاصه في نهايه الموسم ان شاء الله. هنوفر كل المصادر بتاعتنا اللي اشتغلنا بيها. فبالتالي احنا بننفرد بخطه وضعينها. اما المعلومات فهي موجوده في اي حته، خش افتح اي كتاب فارما هتلاقي الكلام ده كله موجود، بس بخطته وشغله الخاص بيه وترتيبه الخاص بيه. تمام، نكمل حديثنا. واسف ان انا خرجت عن الموضوع، بس للاسف ظهرت قنوات على اليوتيوب بتنقل المحتوى زي ما هو بنفس الخطه المنهجيه. في حد عامل حتى يعني يمكن الاسم حتى مش ابتكر فيه، عامل سمعت شويه حلقات في الانترودكشن اللي هو عاملها، هي فارماتيوب بس لهجه عربيه اخرى. هي فارماتيوب. يعني انا بشرح في اول حلقه تعريف الفارماكولوجي، تحتها تعريف التوكسيكولوجي. على فكره تعريف التوكسيكولوجي ده انا جايبه مش موجود في كتب فارما. بالتالي انت لما تحط لي الخطط دي كلها، ده للاسف ده قاصص فيديو، قاصص من السلايد من السكرين شوت، قاصص كده جداول زي ما هي.
وللاسف حاولت اتكلم معاه يقول لي لا انا مش جايب الحاجات منك انا. ففي انكار وفي يعني بصراحه شغل من الحاجات اللي بتضايق وما بتشجعش الواحد على العمل، وما بتشجعوش ان هو يكمل بشكل يعني كده، ان حد يستفاد من فارما تيوب ويقعد يتابع معانا الحلقات دي كلها وفجاه ينفصل عن الموضوع ويعمل نفسه فيها مبتكر ويعمل نفسه فيها وينقل الداتا زي ما هي. فبالتالي دي من الاساليب الغير اخلاقيه على الاطلاق يعني. طيب نكمل حديثنا، وبعتذر مرة أخرى عن خروجي، بس أنا آسف لو خرجت ولأول مرة أخرج عن المواضيع بتاعتنا، وما بحبش أخرج عن المواضيع بتاعتنا في الشرح، وبحاول على قد ما أقدر إن المواضيع تبقى الحلقة تبقى كلها علمية بشكل كامل بعيد عن أي انحيازات أو كلام جانبي. بس اعذروني فعلا أنا بقالي أسبوعين فعلا متضايق، فعلا متضايق. طيب نتكلم عن الكومن، يعني بقى انا اتكلمت دلوقتي عن الدراج اوف تشويس في التايفويد فيفر. لازم تحفظ الكلام، تايفويد فيفر، جونوريا، مينينجايتس، خلاص. واشهرهم السيفتراكزون والسيفوتاكسين. لو هنتكلم بقى على انديكيشنز اخرى يعني هو يعني عيله زي دي جميله زي دي واخده رينج حلو قوي من الجرام نيجاتيف، يعني خلاص نقتصر شغلها على الثلاثه انديكيشنز دول. لا، هي دراج اوف تشويس في الحاجات دي، بس بتستخدم في حاجات ثانيه زي الاوتايتس ميديا، زي الفرنجايتس، تونسلايتس، سكين اند سكين ستراكشر انفكشن، ريسبيراتوري تراكت انفكشنز، يورينري تراكت انفكشنز، بكتيريال سيبتسيميا، بون والجوينت انفكشنز، سيرجيكال بروفايلاكسيس، انترا ابدومينال انفكشنز. وده اللي بيخلي العيله دي على نطاق واسع. يعني ايه سيرجيكال بروفايلاكسيس؟ يعني واحد راح يعمل جراحه دلوقتي، فالدكتور ايه بيديله سيرجينيشن سبورنز قبل ما يبدا معاه جراحه وبعد ما يكمل جراحه، بحيث كبروفايلاكسيس. الدوز بتاعت العيله دي مهمه، يعني الافضل انك تحفظها، خاصه السيفتراكزون انت هتصرفه بشكل كبير جدا. اليوجوال ادل دوز 1 ل 2 جرام في اليوم اي في او اي ام كسنجل ديلي دوز، او ممكن تتاخد كل 12. يعني السيفتراكزون يتاخد كل 12 او يتاخد مره واحده في اليوم، خلاص. الدوز بتاعته في الشيلدرن من 50 ل 75 مللي جرام لكل كيلو جرام في الجرعه. ممكن الجرعه دي ياخدها كسنجل ديلي دوز او يقسمها على مرتين زي الكبار بالظبط. السيفوتاكسين نفس الجرعه بتاعه السيفتراكزون بس كل 8 ساعات، بس كل 8 ساعات. اما جرعته في الاطفال من 50، تبدا من 50، وفي بعض الانديكيشنز توصل ل 200 مللي جرام، وبرده كل 8 تتقسم كل 8 ساعات. دول الاثنين دول لازم تعرفهم كويس، تحفظهم كويس. عايزك بقى تعرف الاورال دول، تحفظ الاورال دول. السيفوكسيم اللي هو السبراكس جرعته يا جماعه في الكبار 400 مللي جرام في اليوم، 400 مللي جرام في اليوم. تاخدهم بقى مره واحده كل 24 ساعه او تاخدهم مرتين. ازاي وهي كبسوله؟ ما انا عندي الشركه بتنزل نوعين، نوع كبسولات 400 وكبسولات 200. يعني الشركه بتنزل منتجين 400 و200. لو هتشتري ال 200 وانت ادلت يبقى انت هتاخده كل 12 ساعه، لو هتشتري 400 هتاخده ايه كسنجل ديلي دوز كل 24 ساعه، خلاص. طيب ده بالنسبه للسيفكزين في الادلت. اما في التشيلدرن 8 مللي جرام لكل كيلو جرام في اليوم، برضه في اليوم هنقسمهم برضه على مرتين. الطفل لو هياخد الجرعه كامله ياخدها زي ما هي عادي، يقسمها على 12 يقسمها. وفي حسبه كده بسيطه، يعني ان انت تشوف وزن الطفل ايه تضربه في 4 من 10 يديك عدد الملي اللي هياخدهم في اليوم، عدد الملي من السسبنشن. يعني يديك 5 ملي، المفروض ياخد 5 ملي، ياخدهم مره واحده او ياخد مثلا 2.5 دلوقتي، وكمان 12 ساعه 2.5. يبقى انت فاهم اقصد ايه؟ دي حسبه كده سريعه لجرعه السبراكس. انت تحفظ الجرعه دي طبعا، اللي انا بقول لك احفظه. طيب السيفودينير اللي هو الامنيسيف سهله قوي. دي 400 هتبقى دي 600، دي 400 هتبقى دي 600. برضو ممكن تاخد كمره او تتقسم على مرتين. طيب دي 8 دي هتبقى 14. نفس الفكره. طيب السيفودكسين برضو مش مهم قوي تعرفها معانا. والسيفديتورين ده ابروفد اونلي في الناس اللي هم اكبر من 12 سنه، اللي هم الكبار يعني اكبر من 12 سنه، ودي الجرعه بتاعته كل 12 ساعه. معلومه بقى حصريه معانا بقى، في دواء اتوافق عليه في 2015. يعني احنا بنعمل ابديت بشكل كافي، وبصراحه بننفرد بالابديت بتاعنا، لان احنا بنقعد نلف ونحفر كده في الويب سايتس كده لغايه لما نوصل لاي معلومه نتطرف كده، نقعد نمشي ورا الخيط لغايه لما نعرف المعلومه الكامله ونوصل للابديت بتاعنا. الابديت بتاعنا في حاجه الدواء اسمه السيفتازيديم اللي هو السيفتازيديم اللي هو الفورتم. عملوا دواء جديد نوفل كده، بيتا لاكتاميز انهبيتور. عارفين السلبكتام والكلافيولونيك، او واحد جديد كده في العيله، بس ما هواش بيتا لاكتام، ما هواش شكله زي البيتا لاكتام، بس بيعمل انهبيت البيتا لاكتاميز انزيم، سموه الافيباكتام. وده دواء يعني جديد. فالدواء ده لما اخترعوه ابتدوا يعملوا كومبينيشن مع السيفتازيدين، ابتدوا يعملوا كده يلاقوا ان هو متوافق جدا يتعمل كومبينيشن مع السيفتازيدين، فعملوا افيكاز. ده اتوافق عليه في 2015 ان ده يعتبر من الحاجات
كويسه جدا جدا، وابتدى يتعمل له انديكيشنز معينه. يستخدم في الكومبليكيتد انترا ابدومينال انفكشنز والكومبليكيتد يورينري تراكت انفكشنز. ان انا دلوقتي الفورتم ابتدى يبقى ليه شويه من الريزيستنس، فابتدوا لا يتعمل بقى حاجه بقى انهبت البيتا لاكتاميز انزيم، فاتعمل الدواء ده، ودي من الحاجات الحصريه اللي احنا بنشرحها معانا في حلقتنا. خلصنا اهم عيله يعتبر من عائلات المضادات الحيويه. نتكلم بقى على الفورث جنريشن سيفالوسبورينز، ودول دوايين اتنين بس، السيفيبيم والسيفيبريم. السيفيبيم والسيفيبريم دول من الحاجات اللي هي الفورث جنريشن سيفالوسبورينز، ودي ليها اكسترا اكتيفيتي على الجرام نيجاتيف وبوزيتيف، وهتاخد معانا 4 نجوم وسقفه كبيره جدا جدا جدا. العيله دي شغاله بشكل كويس على السودوموناس ايريجونوزا والستاف اوريوس والستريبتوكوكس نيومونيا، اللي هي ابتدت تقاوم، مش ستريبت نيومونيا بس، اللي هي المقاومه يعني اللي بتقاوم حاجات كتير. السيفيبين ده اللي هو الماكسفين بيتم استخدامه بشكل شائع جدا في النيمونيا والامبيريك تريتمنت اوف فيبريل نيوتروبينيك بيشنتس. انا عايز اقول لك يعني ايه فيبريل نيوتروبينيا. فيبريل نيوتروبينيا يعني انا عندي واحد عنده فيفر، عنده ارتفاع في درجه الحراره، وعنده نيوتروبينيا، النيوتروفيلز قليله جدا، فانا عندي فيفر وعندي نقص بشكل كبير في النيوتروفيلز. يبقى انا دلوقتي عندي انفكشن، فبالتالي عايز اعمل مزرعه كده. لا، قال لك ده انا ممكن نستخدم امبيريك ثيرابي. امبيريك ثيرابي علاج كده ايه تخميني كده، فده بيستخدم بقى في امبيريك تريتمنت فيبريل نيوتروبينيك بيشنتس، تمام، اللي هو السيفي بيم او الماكسي بيم، اللي بيستخدم في الانكومبليكيتد والكومبليكيتد يورينري تراكت انفكشنز والانكومبليكيتد سكين اند سكين ستراكشر انفكشنز والكومبليكيتد انترا ابدومينال انفكشنز مع كومبينيشن مع الميترونيدازول. بيستخدم في البرين ابسيسز. في البرين ابسيسز يبقى انا دلوقتي عندي استخدام محدود كده لعيله ليها كفر عالي قوي قوي، وهتموت بكتيريا كومبليكيتد او انكومبليكيتد من الانفكشنز الخطيره. ودي الجرعات بتاعتهم يا جماعه، السيفي بيم في الادلت والتشيلدرن، والسيفوريم في الادلت والتشيلدرن. تعالوا بينا ننتقل لننهي حديثنا عن هذه العائله الجميله جدا، الفيفث جنريشن، عائله سيفالوسبورينز. وهنتكلم عن الفيفث جنريشن سيفالوسبورينز. يا انا فاكر لما كنت في 2012 وبشرح العيله دي، وكنت مبسوط قوي ان انا اول واحد اشرح العيله دي، لانها كان لسه ظاهره، وكان ما حدش يعرف عنها حاجه، وحتى الناس كلها كان السيفالوسبورين كان بالنسبه لها فورث جنريشن بس، فيرست وسكند وفورث. ففي 2012 كنت بشرح ومبسوط، وفاكر والله فاكر اليوم ده، وكنت فرحان قوي ان انا بنفرد بشرح لهذه العيله. وكنت شارح دواء واحد بس اللي هو السيفترولين، تقريبا السيفترولين هو اللي انا كنت بشرحه، ولا كان دوايين، السيفترولين والسيفتوبيبرول كنت شارحهم وكنت منفرد بيهم قوي. دلوقتي احنا معانا 3 ادويه في العيله، خلاص بقت عيله دلوقتي بقت معروفه، وفيفث جنريشن سيفالوسبورينز احنا خلاص دلوقتي في 2017 من بدري قوي يعني كنا بنتكلم في الكلام ده. طيب السيفتوبيبرول والسيفترولين والسيفتولوزان دول ممكن انت كان في مصر هنا ما تشوفهمش يعني، ولكن ممكن يتجابوا استيراد في مستشفيات عنايه معينه، مستشفيات او في مناطق في العنايه في اماكن معينه، لان الادويه دي مش هيطلعوا كده لله يعني. ادويه بتعمل كفر للبكتيريا، ممكن تبقى مقاومه تلاقي تعمل مزرعه، تلاقي المزرعه المضادات الحيويه كلها البكتيريا مقاومه ليها ما عدا واحد من دول. فاهم اقصد ايه؟ فاحنا هنحتفظ بيهم في حاجات مهمه وحاجات معينه. طبعا شغاله على المرسى والفارسا، يمكن احنا دلوقتي لغايه دلوقتي مش عارفين ايه هي الفارسا، بس عارفين المرسى. زي المرسى في فارسا، يعني سترينز من الستاف اوريوس مقاومه للميسيسيلين وعيله الميسيسيلين والبنسيلينز والسيفالوسبورينز، وبتعمل سيريوس انفكشن خطيره قوي. الفانكومايسين نفس الفكره، ابتدوا يعملوا الفانكومايسين ده يشتغل على المرسى ويقتل المرسى، فابتدت بكتيريا اخرى من الستاف برضه تقاوم الفانكومايسين، فسموا السترين دي فانكومايسين ريزيستنت ستاف اوريوس. هنشرحها في حلقتنا النهارده، الفارسا دي هنشرحها لما نشرح الفانكومايسين. خلاص، احنا عندنا يا جماعه السيفترولين والسيفتوبيبرول، الاثنين دول موجودين في صوره برو دراج، اللي هو السيفتوبيبرول ميدوكاريل، والسيفترولين فوساميل دول كبرو دراج. السيفتولوزان ده مش موجود لوحده، السيفتولوزان مش موجود لوحده، موجود مع التازوباكتام. يعني البراند ده مش سيفتولوزان لوحده، معاه التازوباكتام، والتازوباكتام ده بيتا لاكتاميز انهبيتور. لو هنتكلم على الانديكيشنز الابروفد للادويه دي، فهنتكلم على السيفتوبيبرول في الهوسبيتال اكوايرد نيومونيا والكوميونتي اكوايرد نيومونيا. يعني ايه الكلام ده؟ نيومونيا
انا عندي نيومونيا، في انفكشن عندي عمل نيومونيا في الرئتين، عمل في النيومونيا، فبالتالي الانفكشن ده هل المريض كان في المستشفى وخد الانفكشن او خد البكتيريا من المستشفى، فدي اسمها هوسبيتال اكوايرد نيومونيا. وفي الكوميونتي لو هو قاعد في البيت وكده بتبقى الكوميونتي اكوايرد نيومونيا. اما السيفترولين ده بيستخدم في الكوميونتي اكوايرد نيومونيا والكومبليكيتد سكين اند سكين ستراكشر انفكشنز. السيفتولوزان مع التيزوباكتام في الكومبليكيتد يورين تراكت انفكشنز والكومبليكيتد انترا ابدومينال انفكشنز. ده بالنسبه لعائله السيفالوسبورنز. تعالوا ننتقل بينا، بس انا حابب ان انتوا تاخدوا بريك وتتابعوا معانا بقيه عائلات السيل وول انهبيتورز. رقم 3 معانا في السيل وول انهبيتورز عيله اسمها المونوباكتامز. هنلاقي ان المونوباكتامز دي عباره عن بيتا لاكتام انتي بايوتكس، مفيش جديد، ولكن الجديد عندنا ان البيتا لاكتام رينج موجوده لوحدها. ده معناه ان هي عباره عن مونو سايكليك بيتا لاكتام. مونو سايكليك بيتا لاكتام، معنى كده ان انا ممكن اسمي العيله دي مونوباكتامز. يبقى المونوباكتامز نسبه الى السايكل دي بتاعه البيتا لاكتام رينج لوحدها اللي هي مونو سايكليك بيتا لاكتام، مش فيوزد مع اي رينج اخرى، فدي حاجه كده بتنفرد بيها العيله دي وسميناها مونوباكتامز علشان الانفراد اللي بتنفرد بيه ده. الحاجه الوحيده اللي موجوده في العيله دي بيتم استخدامها هو الاستيريونام. الاستيريونام هو الوحيد اللي بيتم استخدامه في هذه العيله. الاستيريونام من ضمن الحاجات اللي بتشتغل على الجرام نيجاتيف يا جماعه، زيها زي الثيرد جنريشن سيفالوسبورنز، ولكن ما بتشتغلش على الجرام بوزيتيف. يبقى هي ما بتشتغلش على الجرام بوزيتيف بس بتشتغل على النيجاتيف، والنيجاتيف بتاعها زي الثيرد جنريشن سيفالوسبورنز، يعني بتشتغل على كمان على السودوموناس اريجونوزا والانتروبكتريسي. يبقى انا دلوقتي شغال على حاجه كويسه قوي، معايا دواء حاجه كويس قوي شغال على الجرام نيجاتيف. طب الدواء ده هستخدمه ليه؟ طب انا دلوقتي يبقى الثيرد جنريشن احسن منها طالما انت بتقول لي زيها، بس الثيرد جنريشن كمان شغال على البوزيتيف شويه، فبالتالي انا مش هلجا للدواء ده، مش هستخدمه لان انا عندي ثيرد جنريشن وهستخدمه. هقول لك ان الدواء ده بيتميز بحاجه مهمه قوي ان هو ملوش كروس سنسيتيفيتي، ملوش كروس هايبر سنسيتيفيتي. يعني لو واحد عنده حساسيه من البنسلين وحساسيه من السيفالوسبورين وحساسيه من البيتا لاكتام، كلها حساسيه من البيتا لاكتام، بتجيله حساسيه من ضمن ال 5% كده بتجيله الحساسيه دي، وعنده سيريوس انفكشن، قاعد في المستشفى في العنايه عنده سيريوس انفكشن وعايزين دواء يشتغل عليه من ادويه البيتا لاكتام، يبقى انا هلجا للدواء ده الاستيريونام. وهنا وبيتم استخدامه زي ما قلت لك للناس اللي عندهم سيريوس انفكشن، نيومونيا او مننجايتس او سيبسز، ودي ليها علاقه بالجرام نيجاتيف في البيشنت اللي هم هايبر سنسيتيفيتي تو بنسلين، لان الدواء ده ملوش كروس هايبر سنسيتيفيتي. الدواء ده يا جماعه بتاخد اي ام واي في، لذلك الناس اللي عندهم رينال ديسفانكشن ممكن يتجمع عندهم ويحصل لهم مشاكل. الدواء ده يا جماعه بيعدي السيريبروسباينال فلويد، يعني ممكن يستخدم في المننجايتس، ودي الدوز بتاعته في الادلت وفي التشيلدرن. الجديد ان ممكن الدواء ده يتحط في نيوبلايزر عن طريق الانهاليشن ويتعمل منه براند، يتعمل بيتحط في نيوبلايزر، بيستخدم في السيستيك فيبروزس. دي يا جماعه من ضمن الحاجات الابروفد الجديده للاستيريونام. ده بالنسبه كده. يبقى انا دلوقتي خلصت عيله، خلاص العيله دي خلصت، خلاص عيله بسيطه جدا وعيله سهله. رقم 4 الكاربابينمز. يبقى انا دلوقتي معايا كلاس جديد بيشتغل على البيتا لاكتام. يبقى انا دلوقتي بنسلينز خلصتها، سيفالوسبورينز خلصتها، مونوباكتامز خلصتها. رقم 4 كاربابينمز. وليه كاربابينم؟ عشان الموليكيول او الاستراكشر بتاع الموليكيول هنا اسمه كاربابينم. يعني مثلا هنا البنسلين ده شكل البنسلين، ده الكاربابينم. لو ركزت هتلاقي الفرق في السلفر اتوم دي. شايفين السلفر اتوم دي موجوده هنا، دي هنا مش موجوده سلفر اتوم. فالموليكيول ده اللي هو الكربابينم في عندي R1 وR2 وR3، الاختلاف بتاعهم بيطلعوا لي العيله بتاعه الكربابينمز. الكربابينمز يا جماعه عليها برود سبيكترم عالي قوي من الحاجات اللي السبيكترم بتاعها عالي قوي، وبتستخدم ايضا تحت في المستشفيات، في الجراحه، في الحضانات، في العنايه، في الطوارئ. دي كلها من الحاجات اللي ليها اكتيفيتي برود سبيكترم، سواء كان بوزيتيف ونيجاتيف. من الحاجات الحلوه قوي من المضادات الحيويه اللي فعاله على حاجات كتيره، وبتستخدم في السيريوس انفكشن زي ما قلت لك، في مستشفيات، في الحضانات، في الرعايه، في الحاجات اللي هي بتاعه العنايه المركزه، الحاجات اللي هي مش هينفع اجيب اي مضاد حيوي واشتغل عليه وانا عندي مشكله خطيره او انفكشن خطير. ده الكاربابينمز.
كاربابينمز دي اول ما اتعملت اوريجينال كده جت من حاجه كده من الستريبتومايسيس اللي هو وتم استخدامه لاول مره، وابتدوا يطوروا منه ويعملوا منه مجموعات، يعني اتعمل منه اكتر من دواء وبيختلفوا مع بعض اختلاف هنوضح الفروق ما بينهم. بس اللي انا عايز اقوله لك اهم حاجه، العيله دي ليها سيجر ريسك، يعني ممكن تعمل سيجرز اللي هي تشنجات عصبيه في الهاي دوزز، خاصه لو الشخص ده عنده رينال ديسفانكشن، وخاصه لو خد دواء اللي هو الايميبينيم اللي هو احد افراد هذه العيله واول فرد فيهم. ده من ضمن الحاجات اللي ممكن ريسك ان هو يعمل سيجرز. اشهر السايد افكتس بتاعته واشهرهم برضه مع الايميبينين، يبقى الايميبينين ده هو اكتر واحد يعمل سيجرز، هو اكتر واحد يعمل سايد افكتس، ويعمل نوزيا، فوميتنج، دايريا، سكين ريشز، وممكن يعمل انفيوجن سايت رياكشنز. الناس اللي عندهم مشاكل في الرينال لازم يعملوا دوز ادجستمنت عشان ما يحصلش سيجرز. اكترهم ان هو يعمل سيجرز هو الايميبينيم، عندنا الميروبينيم والدوريبينيم والارتابينيم، دول اقلهم ان هم يعملوا سيجرز. ده بالنسبه ان جنرال. نمسك حاجه الاميبينيم والسيلاستاتين. ايه بقى السيلاستاتين ده؟ لا، ما هو اميبينيم مش هيمشي لوحده، اميبينيم معاه سيلاستاتين، الاثنين لازم يبقوا مع بعض. الاميبينيم ده هو الانتي بايوتيك. طب ايه حكايه السيلاستاتين؟ ده حاجه ثانيه هقول لك عليها دلوقتي، بس اوعى تقول اميبينيم لوحده. والبراند اللي هو تاينام براند عالمي ومشهور على نطاق واسع جدا، وتم استخدامه لاول مره او اكتشفوه ونزل في السبعينات. الاميبينيم لازم يتعامل مع السيلاستاتين ده يا جماعه بيحمي الاميبينيم. الاميبينيم ده لما بيروح في الكدني ويخرج عن طريق الكدني بيبدا ان هو يحصل له ميتابوليزم بانزيم يسمى الدي هيدروبيبتايديز انزيم، فبيطلع لي نيفروتوكسيك ميتابولايت. الميتابولايت ده بيعمل نيفروتوكسيستي، وكمان بيسرع عمليه خروج الدواء ده، لان انا ده دلوقتي الدواء ده هيحصل له ميتابوليزم بشكل سريع، وكمان الميتابولايت اللي طالع ده نيفروتوكسيك. ايه رايكم ان انا اجيب ماده تعمل انهبت للانزيم ده، ماده تعمل، فانا هحمي الكدن عندي ان هي تعمل، هحمي الكدن بتاعتي ان هي ما يحصلهاش مشاكل من الميتابولايت اللي طالع، لان انا هعمل انهبت للانزيم ده. الماده اللي بتعمل انهبت للانزيم ده هي السيلاستاتين ده يعتبر من ضمن الحاجات اللي هي انهبت الدي هيدروبيبتايديز انزيم، فبالتالي لازم يتاخد مع الاميبينيم عشان يحميه من ان ما يحصلش الميتابولايت يطلع ويخرج اللي هو النيفروتوكسيك ميتابولايت، خاصه ممكن يزود شويه من الديوريشن اوف اكشن بتاعه. الاميبينيم مع السيلاستاتين بيتاخدوا مع بعض كاي في، وبيخش عن طريق البادي فلويد بشكل كويس ويحصل له ديستريبيوشن بشكل كويس. كمان بيخش عن السيريبروسباينال فلويد لما يحصل فيه انفلاميشن، يعني بيبقى فيه مننجايتس. بيشتغل على نطاق واسع زي ما قلت لك. العيله دي بتعمل ليها برود سبيكترم عالي قوي، شغاله على الايروب بكتيريا والانيروب بكتيريا والجرام بوزيتيف بكتيريا والجرام نيجاتيف بكتيريا، كمان شغاله على السودوموناس ايريجونوزا وهي احد افراد الجرام نيجاتيف البكتيريا الرخمه اللي احنا قلنا عليها. الدواء ده ممكن يستخدم في النيومونيا، في السيبسيس، في الاندوكاردايتس، في الجوينت انفكشنز، في الانترا ابدومينال انفكشنز واليورينري تراكت انفكشنز، ودي الجرعه بتاعته في الكبار، ودي الجرعه بتاعته في البيدياتريكس باختلاف العمر بتاع الرضيع. ده بالنسبه للاميبينيم مع السيلاستاتين. ابتدوا بقى يطوروا من العيله دي ويعملوا 4 ادويه اخرى: الميروبينيم والدوريبينيم والارتابينيم والتيبيبينيم. ايه الادويه دي تختلف عن ايه مع الاميبينين؟ بصوا يا جماعه، الادويه دي اولا مش بيحصل لها ميتابوليزم بالدي هيدروبيبتايديز انزيم، فما فيش عندي نيفروتوكسيك ميتابولايت، فهيتم استخدامهم لوحدهم من غير اي ماده زي السيلاستاتين اللي هي بتعمل انهبت للدي هيدروبيبتايديز انزيم. خلاص، يبقى دي اول فرق. الفرق الثاني ان هم ليهم نفس السبيكترم بتاع الاكتيفيتي، نفس السبيكترم بتاع الاكتيفيتي بتاع الامبينين. يبقى انا عندي انلايك ولايك، انلايك الامبينين في ايه ولايك الامبينين في ايه. عندي بقى معلومه جديده وحصريه واللي بننفرد بيها في فارماتيوب كاحد الابديتس اللي بنعملها وبننفرد بيها. عندنا دواء اسمه التيبيبينيم. التيبيبينيم ده هو الفيرست اورال كاربابينيم. بصوا يا جماعه، العيله كلها بتتاخد اي في، فدي حاجه من الحاجات اللي هي يعني حقن بقى ونقعد نحقن وكده. لما يبقى في حاجه اورال دي بتبقى حاجه كويسه قوي وحاجه بتنفرد بيها، فده من ضمن الحاجات اللي هي برو دراج تم اكتشافه لاول مره، ان يتم اكتشاف اول فرد من افراد هذه العيله كاورال، كدواء يستخدم اورال، وهو التيبيبينين، وهنا متوفر في اليابان فقط، وفي شركه فايزر دلوقتي معاها الدواء ده، لان الشركه اللي اتعملت فايزر اشتريتها في 2009، ودلوقتي مع فايزر وبيطوروه وهينزل فيه وهيحصل له ابروفد في السنوات القادمه، بيتم استخدامه على مستوى العالم، والدواء هيكسر الدنيا طبعا، خاصه ان هو بيتم استخدامه عن طريق الاورال.
الادويه دي يا جماعه بتستخدم في الكومبليكيتد سكين اند سكين ستراكشر انفكشنز، في الكومبليكيتد انتر ابدومينال انفكشنز، في الكوميونتي اكوارد نيمونيا، في الفيبر نيوتروبينيا، ولسه شارحين الكومبليكيتد يونت تراكت انفكشنز، في الاكيوت بيلفيك انفكشنز، ودي الدوز بتاعتهم. ده بالنسبه يا جماعه للكاربابينمز. هننتقل لعائله اخرى. بعد كده هنتكلم كده يا جماعه خلصنا البيتا لاكتام، كده خلصنا البيتا لاكتام، ولكن لم ننتهي من السيل وول انهبيتورز. يعني لسه عندنا لو تفتكروا لما قلنا في اول السيل وول انهبيتورز قلنا عندنا ادويه بيتا لاكتامز، يعني الاستراكشر بتاعها الاكتيفيتي بتاعتها كلها ليها علاقه ان هي بتحتوي على البيتا لاكتام رينج، وقلنا النون بيتا لاكتام سيل وول انهبيتورز اللي هي ديسيميلر ايجنتس، اللي هي كل حاجه بقى هي بتشتغل على السيل وول بس مش شبه بعض، مش شبه بعض، اشكال مختلفه. ده اللي هندخل فيه دلوقتي. هندخل في رقم بي نون بيتا لاكتام ولكنها سيل وول انهبيتورز. طيب اول حاجه جلايكوبيبتايد انتي بايوتكس. جلايكوبيبتايد، بيبتايد وجلايكو، حاجه كده مكلكعه، حاجه كبيره، حاجه كده يعني مركبات كبيره قوي، شكلها كبير يخض. ومن اول المركبات دي هو الفانكومايسين. جلايكوبيبتايد انتي بايوتكس، لو جينا شفنا في الاستراكشر اللي قصادنا ده شكل الفانكومايسين. ركزوا معايا كده، بصوا عليه، يعني شوفوا من تحت من فوق يمين شمال، انتوا متخيلين الشكل؟ طبعا الشكل ده لو اتطلب منك انك تحفظه في حتى في الكيمياء الصدريه مش هتقدر تحفظه. ايه ده اسمه فانكومايسين، يعتبر من الجلايكوبيبتايد انتيبيوتكس. واحد يقول لي بيشتغل ازاي ده؟ هيشتغل ازاي على الخليه؟ هيعمل ايه السيل وول هيعمل ايه السيل وول انهبيتورز ازاي؟ ممكن واحد يرد عليه يقول له اول ما البكتيريا تشوف الشكل ده فتتخض فتموت على طول. هو بس مش فيه يعني ممكن ده حاجه منطقيه ان هي بكتيريا يدخل عليها الفانكومايسين تبص له كده تتخض فتموت لوحدها من غير ما يعمل اي حاجه. بصوا يا جماعه، هو الجلايكوبيبتايد انتي بايوتكس هنتكلم دلوقتي على الميكانيزم بتاعها، ولكن حته ان الاستراكشر ده كبير قوي كده والموليكولار ويت بتاعه كبير، يعني شايفين الموليكولار ويت بتاع الفانكومايسين 1500، فبالتالي ازاي هيحصل له ابزوربشن؟ ازاي انا هاخده لو خدته اورال ازاي هيحصل له مش هيحصل له ابزوربشن، تمام؟ فبالتالي لازم اخده سيستميك. طب ازاي هشتغل على الجرام نيجاتيف؟ الجرام نيجاتيف انا عندي في الاوتر ممبرين فوسفوليبيدز، هيخش ازاي ده فوسفوليبيدز؟ هيعدي ازاي؟ ما فيهوش اي ليبيد، ما فيهوش مجموعات ليبيد سولوبل خالص، فبالتالي هيشتغل على الجرام بوزيتيف. انا بوري لك الشكل ده لاسباب كتير قوي. اولا انت مش هتحفظ طبعا، مستحيل تحفظ الكلام ده. عشان تبقى عارف انا بتكلم عن عيله اسمها جلايكوبيبتايد انتيبيوتكس، تبقى عارف ان هي ما بتمتصش، تبقى عارف ان هي ما بتشتغلش على الجرام نيجاتيف، وتبقى عارف الاسباب وتفسرها لنفسك ازاي عن طريق ان انت لما تشوف الشكل ده هيبدا مرتبط في ذهنك الاجواء بتاعت الاسئله دي كلها مسافه ما تبص على السلايد اللي قصادنا دي. ده يا جماعه شكل الفانكومايسين. هل الفانكومايسين لوحده في العيله؟ لا، عيله الجلايكوبيبتايد انتيبيوتكس بتحتوي على التيكوبلانين والتيليفانسين، وده من احد عائلات الفانكومايسين، ولكن في دواء اخر اللي هو البليومايسين. البليومايسين ده كانسر كيموثيرابي، يعني من ضمن السايتوتوكسيك انتيبيوتكس، هنشرحه في الجزء الثاني من الكيموثيرابي وهو الكانسر كيموثيرابي. الدواء ده اتفقنا ان ليه لارج كيميكال ستراكشر ولارج وهاي موليكولار ويت، يبقى هو بورلي ابزوربد اورالي، وكده هيتاخد ان هو بارنترال ويبقى في صوره حقن، ومش هيشتغل غير على الجرام بوزيتيف. اما الجرام نيجاتيف هيبقى صعب لانه مش هيقدر يخترق الفوسفوليبيد ممبرين عشان يوصل للسيل وول عشان يعمل انهبت للسيل وول. ممكن يتم اضافه لايبوفيليك سايد تشين، يعني يعملوا كده زي اضافوا كده لايبوفيليك سايد تشين كده علشان يزودوا شويه بس السلبيات بتاعت الدواء ده. في عملوا دواء اسمه التيليفانسين، ده سيمي سنسيتيك من الفانكومايسين. اتفقنا ان البليومايسين بيعالج الكانسر، مش موضوع حديثنا، ولكن يعتبر من الجلايكوبيبتايد انتيبيوتيك والاستراكشر بتاعه كبير قوي زي ما احنا شفنا. الفانكومايسين تم اكتشافه لاول مره واستخراجه لاول مره سنه 1953. واضح كده ان البنسلين، سيفالوسبورينز، مونوباكتام، كاربابينز، فانكومايسين، احنا بنتكلم في زمان برضه. يعني هو البنسلين سنه 1928، بعدها في الاربعينات سيفالوسبور، بعدها كاربابين، في الخمسينات فانكومايسين. معناها ان كل اللي احنا بنتكلم فيه ده قديم، بيحصل تطوير، مفيش جديد. هل في جديد في الانتيبيوتكس؟ كل العائلات دي قديم وممكن يحصل تطوير ويضافوا حاجه مجموعه، يزودوا شويه من الدواء، يعملوا له مثلا الدواء البارنترال يتعمل اورال فورم منه برو دراج، يتحط عليه كومباينيشن يتعمل منه بيتا لاكتاميز انهبيتور. ولكن القصه كلها ان الناس دي تعبت قوي زمان، كان كل 10 سنين كل 5 سنين يعملوا مجموعه. بالظبط ده اللي انا ملاحظه واللي انتوا كمان المفروض تلاحظوه معايا. فبالتالي احنا دلوقتي في عصر صعب جدا ان هم يقدروا يكتشفوا مضادات حيويه، خاصه في بكتيريا كتير قوي ابتدت تبقى مقاومه.
وما عادش في مجموعات جديده، ما فيش مجموعات جديده بنسمع عنها من المضادات الحيويه بيتم اكتشافها. دي نقطه مهمه لازم تحطها في بالك، وعشان كده بنكتب الوقت اللي تم اكتشاف فيه الادويه دي، مش عشان تحفظ ولكن عشان تبقى في دماغك معلومات اللي انا قلت لك دي تبقى على طول في دماغك، وتعرف قد ايه احنا في كارثه لو استمرينا على الوضع اللي احنا فيه. لان مفيش جديد في المضادات الحيويه، مجرد تطوير بسيط، مفيش جديد، والبكتيريا بتطور من نفسها بشكل كبير جدا. العيله دي الفانكومايسين اكتف اجينست اونلي، وحاطين خطين جرام بوزيتيف نوت افكتيف جرام نيجاتيف، وعرفنا السبب. الفانكومايسين مش بيمتص اورال، مش بيمتص اورال على فكره، مش بيمتص اورال، وعرفنا السبب برضه. طب هو فيرست لاين في ايه؟ فيرست لاين مكتوبه كلها كابيتال فيرست لاين، ايوه فيرست لاين في ايه؟ واحد اي بي، 2 اورال. اي بي في ايه؟ في الكومبليكيتد سكين انفكشنز، في البكتيريميا، في الاندوكاردايتس، في البون والجوينت انفكشنز والمننجايتس. بس كده؟ لا، خلي بالك، دول هو فيرست لاين في دول المسبب ليهم الميثيسيلين ريزيستنت ستاف اوريوس، والميثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس ابيديرمس اللي هي المرسى والمرس. المرسي والمرسى الاثنين دول بيعملوا الانفكشنز اللي فاتت دي، ودي سيريوس انفكشنز. عارفين المرسى يا جماعه؟ اتفقنا ان المرسى هي سترينز من ستافيلوكوكس اوريوس ابتدت تقاوم البنسلين سفارفورس، فاخترعوا بقى الفانكومايسين ابتدى يشتغل على المرسى. واي انفكشن هيتعمل ليه علاقه بالمرسى، سواء كان كومبليكيتد سكين انفكشنز او بكتيريما او اندوكاردايتس او بون وجوينت انفكشنز او مننجايتس، والسبب بتاعهم مرسى او ميرسي، الاثنين دول هو الفيرست لاين. يبقى انا بالنسبه لي لازم هستخدم الفانكومايسين كدواء فيرست لاين وفيرست تشويس في علاج المرسى والميرسي، اللي ممكن تعمل الانفكشنز دي كلها، واي انفكشن اخر سببه مرسى او ميرسي. ده بالنسبه لاول حاجه اي في. تاني حاجه اورال. لحظه بس، انت قلت لي ايه؟ not absorbed after oral administration. انت دلوقتي جاي تقول لي oral، ازاي بقى كده بقى؟ هقول لك ما انا مش عايزه يمتص، انا عايزه يشتغل لوكالي. يعني ايه يشتغل لوكالي؟ يعني هو ماشي كده في الكولون كده ولا معاه كده يبدا يشتغل، هو انا مش عايزه يمتص. ايه هيعمل ايه يعني؟ قال لك هيقتل الكوليستريديوم ديفيسيل. قال لك انهي دي؟ قال لك يا عم اللي بتعمل سودو ممبرينس كولايتس لما ابدا استخدم الانتي بايوتكس زي السيفالوسبورنز والبنسلين والكلام ده كله. بالظبط، هو الدراج اوف تشويس في السودو ممبرينس كولايتس المسببه ليها الكوليستريديوم ديفيسيل، ولكن بيستخدموا الاول مترونيدازول. لو البكتيريا دي ابتدت تقاوم المترونيدازول وما هياش افكتيف، هلجا للفانكومايسين ككوست عشان اوفر الكوست شويه. خلاص، ده بالنسبه يا جماعه للفانكومايسين. هنتكلم عن الميكانيزم بتاع الفانكومايسين يا جماعه. الفانكومايسين بيعمل هيبت للسيل وول سينثيسيس عن طريق ان هو بيرتبط بالدي الانيل. دي الانين اللي هو الدي الا دي الا دي الا دي الا، ده اللي هو الامينو اسيدز اللي هي دي الا دي الا، دي الانين، دي الانيل، دي الانين بيبتيدوجلايكان. هفهمك الاول. لو تفتكر معايا في الحلقه الاولى احنا قلنا دي الان ستال جلوكوزامين، ان ستال ميراميك اسيد، ان ستال جلوكوزامين، ان ستال ميراميك اسيد. واتفقنا يا جماعه ان دي الامينو اسيدز ودي امينو اسيدز، والكروس لينكج كده ما بينهم بيتكون هنا ترانسبيبتيديز انزيم اللي هو البنسلين بايندنج بروتين، بيبدا يربط ما بين دي ودي. شايف انت الاستراكشر بتاع الفانكومايسين الكبير قوي قوي ده؟ عارفين اهو ده كله بيروح جاي ومحوط، بيمحوط الدي الا دي الا هنا، دي الا ايه هنا، دي الا هنا، دي الا دي الانيل، دي الانين هنا بيحوطها هنا الامينو اسيد دي بيحوطها ويقفل عليها. لما يجي يقفل عليها الترانسبيبتيديز انزيم او البنسلين بايندنج بروتين في الترانسبيبتيديز انزيم يجي يشتغل ما يشتغلش، فالبيبتيدوجلايكان ما تمسكش ايه في بعضها فتسيب زي ما احنا شايفين. يبقى الاستراكشر الكبير قوي بتاع الفانكومايسين مش هيقدر يعمل هيبت للانزيم، لا هو بيشتغل بيمسك كده ويحوطه يحوط يعمل كفر كده للدي الا دي الا اللي هي احد مكونات الامينو اسيد بتاع الكروس تشين هنا، الكروس لينكج هنا، يمنع الكروس لينكج هنا ان هي تتكون. خلاص، قال لك البكتيريا مش على طول بتطور من نفسها وعلى طول بتعمل تطوير لنفسها. قال لك ايه رايك ان احنا نغير شويه، نعمل موديفيكيشن للدي الا دي الا. هنا المفروض دي الا دي الا اللي هي الامينو اسيد دي الانين، دي الانيل، دي الانين ابتدت تغير هنا وبقى لونها شايفين اتغير. دي لونها اهي، الامينو اسيد ده لونه عامل ازاي؟ ده لونه عامل ازاي؟ بقى دي لاكتيت، بقى دي لاكتيت. كان الاول لونه احمر اللي هو الانين، ده الاحمر ده الكره الحمراء دي، شوف كل حاجه اهي، الكره الحمراء دي الالانين بقت لاكتيت. فبالتالي شايفين خلاص مش هيقدر يشتغل. يجي الفانكومايسين الازرق ده يجي يرتبط مش هيقدر يشتغل، فيجي يعمل بايندنج فيحصل، فيكون لي سترينز من بكتيريا جديده خالص بتقاوم الفانكومايسين. اسمها ايه؟ اسمها فارسا، لان السترينز دي جايه من الستاف اوريوس فسموها فارسا فانكومايسين ريزيستنت ستاف اوريوس. دي بقى ابتدت تقاوم عن طريق عملت موديفيكيشن للدي الا دي الا اللي كان بيرتبط بالفانكومايسين وبيشتغل. اتمنى ان الميكانيزم يكون سهل عليكم، اتمنى ان انا قدرت اوضح لكم السترينز الجديده اللي ظهرت بعد ما ظهر مارسا، ظهر فارسا. طيب بالنسبه للدوز، الفانكومايسين بيتاخد انفيوجن
ومش اي انفيوجن لازم على الاقل يستمر على الاقل 60 دقيقه، يعني على الاقل ساعه، يفضل الانفيوجن موجود على الاقل ساعه، وممكن كمان نزوده من ساعه لساعتين لو الشخص ده هيبدا يظهر له الاعراض بتاعه الايه الانفيوجن رياكشن اللي هي بنقول عليها الريد مان سيندروم، هنتكلم عليها دلوقتي. يبقى مش اي اي في انفيوجن خلاص، وبتاخد كل 8 او كل 12 ساعه. الناس عندهم رينال انسفشنسي لازم نعمل دوز ادجستمنت. بالنسبه الاورال خلاص هيتاخد كبسولات يمشي على كل 6 ساعات لمده 10 ايام، كبسولات 125 مللي جرام. طب لو نفترض ان احنا مثلا ما عندناش الكبسولات موجوده متوفره، لو نفترض ان هي مش موجوده عندنا، ونفترض ان هي مش موجوده عندنا وكمان غاليه، لو موجوده بتيجي استيراد مستورده بتبقى غاليه. مثلا انا ممكن اجيب الفانكومايسين الفايل اللي هو ال1 جرام ده، وممكن ان انا ابدا ان انا اقسم الباودر بتاعه واعمل انا الكبسولات. اعمل انا ما هو الباودر اللي في الفايل ده هو اللي في الكبسولات، هو نفس الباودر، هو الفانكومايسين، واعمل انا الكبسولات، اجيب كبسولات فاضيه واعبيه، ولو ما قدرتش اعبيها ممكن ادوبه في ميه واستخدمه. ده كله هستخدمه عن طريق الاورال في سودوموبرينس كولايتس. الجديد بقى عندنا والاوف ليبل واللي لسه ما توافقش عليه، والجديد والابديتس هنا ان هو ممكن يستخدم عن طريق الانهاليشن، يتعمل في نيوبلايزر، في جهاز النيوبلايزر يتحط كده عشان يعالج الريسبيراتوري تراكت انفكشن سواء كانت ابر او لور اللي ليها علاقه بالمرسى، الانفكشنز اللي ليها علاقه بالمرسى، وبيتم استخدامها فعلا، بيتم استخدام فانكومايسين في النيوبلايزر كجلسات نيوبلايزر عن طريق الانهاليشن. ده بالنسبه يا جماعه للجرعات سواء كان الاي في انفيوجن والاورال للابروفد، والجرعه بتاعه النيوبلايزر اللي هي لسه اوف ليبل وما هياش ابروفد. لو اتكلمنا على السايد افكتس بتاعت الفانكومايسين هقول لك ريد مان سيندروم، ودي هتيجي لك في الامتحان. شوف بقى هتقعد بقى تمتحن في سنه ثالثه فارما هيجي لك في الامتحان، في رابعه هتجي لك، هتتخرج وتروح تشتغل يعملوا لك امتحان يجي لك، هتروح في اي حته هتلاقي تسال، هتروح تعمل معادله مش عارف فين هيجي لك السؤال ده، تروح تعمل فين هيجي لك السؤال ده، يعني السؤال ده هيفضل لازق فيك كده طول ما انت صيدلي. السايد افكتس بتاعت الفانكومايسين هي الريد مان سيندروم او الريد نيك سيندروم، ودي عباره عن انفيوجن رياكشن، يعني الشخص بتظهر على طول بعد ما يتعمل انفيوجن الاي في انفيوجن، بيبدا رقبته تحمر ووشه يحمر زي ما احنا شايفين في الصوره، ممكن الاحمرار ده يزيد ويقل على حسب الرياكشن نفسه. ده ليه علاقه بخروج الهستامين، وبيعمل ريدنس وهوتنس. والمفروض ان انا اراعي الحته دي. ليه اراعي الحته دي؟ لو الشخص حصل له انفيوجن رياكشن وانا لسه بعمل انفيوجن هزود الريت، لو انا حاسبه على 60 دقيقه هخليه ساعتين. لو الرياكشن الريد مان سندروم لو انا هعمل لها تريتمنت او اعمل لها بروفايلاكس، لو هعالجها يا جماعه وظهرت خلاص اوريدي وعالجها والجرعه وخلصت الجرعه بتاعتي، لو لسه ما خلصتش هقلل الانفيوجن ريت، لو خلصت الجرعه بتاعتي هديله بقى كريم مرطب توبيكال سترويدز، اي توبيكال سترويدز او توبيكال انتي هيستامينز او توبيكال انتي بيوتكس لو هيبدا ان هو يتجرح من الهرش ويحصل سكندري انفكشن. ده لو هعالج. لو هعمل بروفايلاكسز لا، الشخص ده لو حصل له بعد كده الجرعه اللي جايه من بعد كده اخلي الانفيوجن ريت بتاعي اعلى من الساعه، اخليه ساعه لساعتين، واديله انتي هيستامين قبل ما ياخد الجرعه، اديله دايفينهيدرامين اورال كده او فايل ان انا اديها له قبل ما ياخد الجرعه بتاعه الفانكومايسين. ممكن يحصل نيفروتوكسيستي واوتوتوكسيستي لو استخدمت مع الفانكومايسين ادويه بتعمل كده، زي الامينو جلايكوسايدز بتعمل اوتوتوكسيستي ونيفروتوكسيستي، لو استخدمت هزود التوكسيستي بتاعه الامينو جلايكوسايدز ممكن يحصل نيفروتوكسيستي واوتوتوكسيستي، لكن الاساسي معايا هي الريد مان سيندروم. طوروا بقى من الفانكومايسين، طوروا منه، عملوا تيكوبلانين هو سيمي سنسيتيك ديريفاتيف من الفانكومايسين، فيري سيميلر للفانكومايسين في الميكانيزم والسبيكترم، بس هنا بقى الجديد unlike فانكومايسين بيتاخد اي ام اي في وانس دايلي، اللي فات كان من 8 ساعات او 12 ساعه، يبقى انا دلوقتي عندي دواء هيتاخد اي ام، اللي فات اي في انفيوجن، هنا اي ام او اي في وبيتاخد مره واحده في اليوم. تطور جميل جدا لعائله الفانكومايسين. التارجوسيد ده براند مشهور جدا للتيكوبلانين. عندنا التيليفانسين ابتدوا بقى يعملوا سيمي سينثيتيك لايبوجلايكوبيبتايد ديريفاتيف من الفانكومايسين، ابتدوا يعملوا كده يركبوا ديل محب للدهن، يعني لايبوفيليك ديل كده لايبوفيليك للفانكومايسين عشان يزودوا شويه من السيربيت بتاعته، وابتدت تشتغل على جرام بوزيتيف، وابتدت تزود الاكتيفيتي بتاعتها لبعض البكتيريا جرام بوزيتيف اللي ابتدت شويه تقاوم الفانكومايسين، فابتدت الاكتيفيتي بتاعت التيليفانسين تزيد شويه، فركبوا له ديل من اللايبوفيليك سايد تشين.
الميكانيزم بتاعه نفس الميكانيزم بتاع الفانكومايسين، ولكن عليه ميكانيزم جديد ناتج عن الديل اللي هو المحب للدهن ده، هيبدا يشتغل على السيل ممبرين، لان انا عندي الفوسفوليبيدز موجوده في السيل ممبرين، فممكن بيعمل لها عمليه ديبولاريزيشن زي الميكانيزم بتاع دواء اسمه الدابتومايسين هنقوله في اخر الحلقه النهارده. يبقى ده شغال بميكانيزمين، هو نفس على فكره نفس شكل الفانكومايسين، بس مركبين له لايبوفيليك سايد تشين. الدواء ده بيتاخد وانس ديلي برضه. الدواء ده ابروفد في 2009 في الكومبليكيتد سكين اند سكين ستراكشر انفكشنز. الدواء ده في 2013 ابروفد في الهوسبيتال اكوايرد نيمونيا اللي هي كوزد بالستافيلوكوكس اوريوس. طيب في الفانكومايسين قلت لي ان انا لازم اعمل مونيتورنج لو الشخص ده عنده رينال ديسفانكشن واعمل له دوز ادجستمنت، ولو عنده مشاكل في رينال اقيس مستوى الفانكومايسين في السيرم. هنا بقى مش هحتاج الكلام ده، مش هحتاج الكلام ده مع التيليفانسين. التيليفانسين مهما اداني من مميزات عن الفانكومايسين ابتدى يديني عيب خطير جدا جدا مع البريجنانسي. الدواء ده يا جماعه تيراتوجينيك بشكل كبير، ولازم شرط اعمل اختبار حمل للست قبل ما اعالجها بالتيليفانسين، بعكس الفانكومايسين يعتبر امن جدا وهو كاتيجوري بي. قدرنا نطور بشكل كبير، وده معناه ان عندي اللايبوفيليك سايد تشين اللي انا قدرت ادخلها ادت ان هي ممكن يعدي البلاسينتا، الدواء ده يعدي البلاسينتا، فبالتالي مهما طورنا هنا دي يعني ما فيش حاجه كامله، فابتدى يديني العيب ده بالنسبه للتيليفانسين. اخر حاجه معانا في عائله الجلايكوبيبتايد انتي بايوتكس او عائله الفانكومايسين الدالبافانسين، ده اخر حاجه في عائله الجلايكوبيبتايد انتي بايوتكس او عائله الفانكومايسين، وده برضه بننفرد بيه في شرحنا في حلقتنا النهارده، لان ده دواء من الادويه الجديده والادويه النوفل اللي هي المكتشفه مبتكره، ويعتبر سكند جنريشن من السيمي سينثيتيك لايبو جلايكوبيبتايد ديريفاتيف من التيكوبلانين. يبقى اخدوا التيكوبلانين ده، التيكوبلانين نفسه، وعملوا له سيمي سينثيتيك ديريفاتيف اللي هو الدالبافانسين. وده يا جماعه من ضمن الحاجات المطوره جدا، وابتدت تشتغل على الجرام بوزيتيف بشكل كبير على المرسى والستريبتوكوكس بعائلات الستريبتوكوكس. الميكانيزم بتاعه لايك الفانكومايسين، ولكن ايه الجديد هنا وايه التطور؟ ان هو بيتاخد وانس ويكلي. انتوا متخيلين دواء مضاد حيوي يتاخد مره واحده في الاسبوع، خلاص بقى. انما الفانكومايسين علق يا عم محلول واي في انفيوجن، وكل 12 ساعه والانفيوجن رياكشن وقصه، وكل 12 ساعه يعني في اليوم مرتين، ويقعد بقى كورس 10 15 يوم. لا 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 لا، ده انت ممكن تاخد وانس جرعه واحده بس اسبوع، كورس اسبوع وجرعه واحده وانس ويكلي. انتوا متخيلين التطور ده؟ بالنسبه لدواء مطور جدا من الفانكومايسين. فبالتالي الدواء ده ابروفد يا جماعه في 2014، حاجه لسه جديده قوي في الاكيوت بكتيريال سكين ستراكشر انفكشنز في الادلتس بس. ده بالنسبه لعيله الفانكومايسين. اتمنى ان انا اكون لميت لكم العيله، وسهل جدا. نيجي لاخر سلايد معانا في حلقتنا النهارده. لسه بنكمل حديثنا عن النون بيتا لاكتام سيل وول انهبيتورز. قلنا اول حاجه ايه؟ جلايكوبيبتايد انتي بايوتكس اللي هي عيله الفانكو، خلينا نقول عليها عيله الفانكومايسين، وعيله السيفالوسبورز، وعيله الكاربابينز، وعيله المونوباكتيمز، وعيله البنسلينز. هنيجي بقى الاذرز بقى، حاجات ثانيه بقى، منوعات. اول واحد من المنوعات ده هو الفوسفومايسين. انا بسميه اختراع، انا عن نفسي بسميه اختراع. قد تتفق معي وقد تختلف، ولكن على حسب ما قريت واتعلمت من الدواء ده فانا ممكن اطلق عليه اسم اختراع. يعني معلش اديني كده حق ان انا ادلعه. يعني هو ده اختراع. ليه اختراع؟ هو قديم ومكتشف من بدري قوي يعني، ولكن لوحده كده، الميكانيزم بتاعه لوحده برضه ما حدش معاه. الشكل الكيميكال ستراكشر بتاعه حاجه كده بسيطه كده، شغال بوزيتيف شغال نيجاتيف بشكل عالي قوي. يعني دواء كده لوحده شغال في حاجه واحده بس، في اليورينري تراكت انفكشنز، وبجرعه واحده بس، تاخد جرعه واحده. فانا بصراحه انا مش شايف حاجه بتعمل زيه كده. ما حدش مشترك معاه في الميكانيزم بتاعه. بيتاخد بجرعه واحده بس، استخدامه واحد ومعروف. الكيميكال ستراكشر بتاعه ما هوش مكلكع وبسيط جدا جدا، واخد جرام بوزيتيف بشكل كبير، نيجاتيف بشكل اكبر، برود سبيكترم. ده ايه الجمال ده؟ ليه ما نقولش عليه اختراع؟ هو الفوسفومايسين. فوسفومايسين برود سبيكترم انتي بايوتيك، ممكن يقولوا عليه فوسفومايسين بالاف، تتكتب بالاف، ما احناش غلطانين ولا حاجه، تتكتب بالاف او بالبي اتش. تمام. والفوسفونومايسين، الفوسفونومايسين سواء كده او كده او كده، بس هو بيتكتب بالاف، فوسفومايسين. الفوسفومايسين ده يا جماعه بيستخدم في اليورين تراكت انفكشنز،
في سنجل اورال ميجا دوز. ميجا دوز يعني دوز كبيره اكبر من الجرعه العاديه، ميجا دوز وبتفضل شغاله معاه لايام، يبقى بنقول عليها سنجل اورال ميجا دوز. ميجا دوز ده مصطلح في الانواع الدوزس، يعني ميجا دوز. بيعمل ايه؟ بيشتغل على السيل وول. مش هو احنا دلوقتي بنشرح في السيل وول انهبيتورز بس، بيشتغل عليه على اول خطوه في تصنيع البيبتيدوجلايكان. اول خطوه في تصنيع البيبتيدوجلايكان هو بيعمل انهبيت لانزيم معين، مش لازم تعرف اسم الانزيم ده، بس بيعمل انهبيت للفيرست ستيب بتاعت البيبتيدوجلايكان سينثيسيس. الدوز بتاعت الدواء ده يا جماعه سنجل دوز، عباره عن هو متوفر عن طريق ساشت كده، اكياس كده فيها 3 جرام، الكيس فيه 3 جرام، تاخد كيس واحد بس، تاخد كيس واحد بس في الان كومبليكيتد لوير يورينري تراكت انفكشنز. ده الابروفد، ده المتوافق عليه كده، هتلاقي المتوافق هتلاقيه مكتوب كده دي الجرعه بتاعته. ولكن في جرعات اوف ليبل. الاوف ليبل على فكره مش حاجه وحشه، يعني حاجه يعني غير شرعيه، لا هو الاوف ليبل ما هي ما حصلهاش ابروفد، محتاجه نوثق المعلومات اكتر، محتاجه ادله اكتر، براهين اكتر. ولكن الاوف ليبل في دكاتره كتير بتمشي عليه. الاوف ليبل ايه بقى؟ لو هي مش ان كومبليكيتد بقى، لو الموضوع كومبليكيتد فانا هاخد 3 جرام كل يومين لثلاث جرعات، يعني كل يومين او كل 3 ايام لمده 3 جرعات بس، لمده 3 جرعات، ودي اوف ليبل. خلي بالك عشان ما ايه، يبقى احنا دقيقين جدا في كلامنا. او لو في بروستاتايتس، التهاب في البروستات، ده هناخد 3 جرام كل 3 ايام لمده 21 يوم، ده برضو اوف ليبل. خلاص، بس الليبل دوز بتاعتنا او الابروفد بتاعتنا احنا قلناها. الدواء ده على فكره عشان هو اختراع امن في الحمل وكاتيجوري بي، ممكن واحده ست حامل يتكتب لها الدواء ده وامن جدا وكاتيجوري بي وسنجل دوز وخلاص. يبقى انا ده اختراع ولا مش؟ انت موافقني ولا مش موافقني؟ سواء وافقتني او ما وافقتنيش يعني مش هي القصه، بس فعلا هو دواء اختراع. الدواء ده يا جماعه ممكن تلاقوه متوفر في صوره بارنترال حقن، ولكن في دول اخرى مش ابروفد كمان. اخر دوايين معانا في السيل وول انهبيتورز، الباسيتراسين والسايكلوسيرين. باسيتراسين ده برضو دواء مكلكع، بولي بيبتايد، حاجه مكلكعه كده كبيره كبيره زي كده شكل الفانكوماسين الكبير ده. اول ما تم من نوع من انواع الباسيلس تم اكتشافه سنه 1943. ايه ده 43 حاجه والخمسينات. كل ده قديم قديم بالظبط، كل ده قديم قديم. ولما قلت لي حاجه مكلكعه يبقى انا في دماغي جرام بوزيتيف على طول، مش هفكر، ما تفكرش، جرام بوزيتيف شغال جرام بوزيتيف. طيب الميكانيزم بتاعه ده شغال على السيل وول سينثيسيس، مش لازم تعرف قوي بيشتغل ازاي، ولكن عايز اقول لك يعني ان هو بيمنع تكوين البيبتيدوجلايكان نفسها ان هي تدخل على بعضها وتتركب على بعضها. مش لازم تعرف الميكانيزم بالظبط يا جماعه، هو بيعمل عمليه دي فوسفوريليشن للليبيد كارير اللي بيحمل البيبتيدوجلايكان السب يونتس بتاعتها عشان يركبها على بعض. والدواء ده كده من الحاجات اللي يعني بتمسك في حاجه في الكارير ده وتخليه يمنع تكوين البيبتيدوجلايكان. برضو مش مهم قوي تعرف الميكانيزم، اللي يهمني قوي تعرفوا ان الدواء ده ليه هايلي نيفروتوكسيك، ممكن تتسال فيه هايلي نيفروتوكسيستي، لذلك مش بيستخدم سيستميك، ما بيستخدمش سيستميك، بيستخدم توبيكال. ليه؟ لان انا لو استخدمت سيستميك في نيفروتوكسيستي عاليه قوي قوي، من ليه علاقه بالاستراكشر بتاعه ان هو بيخرج عن طريق الرينال والكلام ده كله، يبقى انا هستخدمه توبيكال. ومش بيبقى لوحده، يعني بيضيفوا عليه شويه حاجات كده زي البوليميكسين، والبوليميكسين ده هنشرحه في السلايد اللي بعدها على طول، اللي هو بيشتغل على السيل ممبرين مش السيل وول. بوليميكسين والنيومايسين، نيومايسين ده من احد الحاجات اللي لسه هنشرحها اللي بتشتغل على البروتين سينسز، فبالتالي ده بيبقى موجود كده مع نيومايسين او البوليميكسين في كومباينيشن كده في توبيكال، يعني مثلا مرهم في العين او مرهم للجروح كده، مرهم كده، او بودره يبقى موجود في صوره بودره يتحط على الجرح، او في صوره سبراي. عندنا سبراي مشهور قوي اللي هو البيفاترايسين، ده نيومايسين مع الباسيتراسين، ده سبراي مشهور قوي. فده من ضمن الحاجات التوبيكالي الجميله جدا جدا جدا، بصراحه جميل جدا جدا في الجروح، ويبقى توبيكال انتي بايوتكس قوي جدا وبيشتغل بشكل كبير يا جماعه. الدواء ده يا جماعه الباسيتراسين ممكن يتعمل منه، يتضاف البودره دي تتحط على الصلاين ويتعمل اريجيشن للوندز للجروح، يعني يتعمل زي ايه غسيل كده للجروح وكده عن طريق، بس في طبعا زي ما اتفقنا ان هو متوفر منه في صوره سبراي. السايكلوسيرين انتي بايوتيك اكتشف سنه 1954. برضو انا كل شويه بقول لك سنوات عشان اعرفك ان الاكتشافات بتاعه المضادات الحيويه كلها ورا بعض ورا بعض ورا بعض.
لغايه لما وصلنا للمستوى ان احنا خلاص ما فيش حاجات تانية بيتم اكتشافها. سايكلوسيرين بتعمل انهبت الجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف، مش ولكننا ما بنستخدمهاش فقط، مش بنستخدمها كمضاد حيوي، لا بنستخدمها فقط في التي بي تيوبركلوزس اللي هو السول اللي هو التي بي، وده هنشرحه في الانتي مايكوبكتيريال. يبقى ده اختصاره استخدامه كده مقتصر على حاجه واحده بس اللي هو التي بي، ومش فيرست لاين كمان، ده سكند لاين. سكند لاين يعني ايه سكند لاين؟ يعني التي بي ليه فيرست لاين، لو فشل العلاج الاولي الفيرست لاين بيبداوا يستخدموا السايكلوسيرين. والسايكلوسيرين ده يا جماعه من ضمن الحاجات اللي ليها علاقه، ليها بتعمل سي ان اس توكسيست عاليه، عشان كده يعني هو شغال على التي بي كويس. سكند لاين خلاص خليه لوحده كده، مش هنستخدمه بقى كانتي بايوتكس لحاجات تانية عشان التوكسيست بتاعته لسي ان اس توكسيست عاليه قوي، بيعمل هيدك وتريمورز واكيوت سايكوزس وكونفالشنز، فبالتالي اختصاره على الاستخدام ده فقط. ده كده يا جماعه يبقى احنا انتهينا من شرحنا للسيل وول انهبيتورز. بقينا يا جماعه الادويه اللي شغاله على السيل ممبرين، بتعمل ديسربشن للسيل ممبرين، تبوظ السيل ممبرين. عندنا دوايين اتنين فقط هنتكلم عليهم وبعدين نخلص حلقتنا وندخل فقره الصيدليه. بعد كده هنتكلم على السيل ممبرين ديسربشن انتيبيوتكس. يعني انتيبيوتكس شغاله على السيل ممبرين بتاع الخليه. عندي حاجتين، حاجه كلاس اسمه البولي بيبتايد اللي هو البوليميكسين. عندي البوليميكسين حاجتين، في منه كتير، يعني البوليميكسينز دي عيله اسمها البوليميكسينز. في حاجتين بيستخدموا عندي كلينيكال ان انا استخدمهم، بوليميكسين بي والبوليميكسين اي. والبوليميكسين اي ده مشهور جدا بين الناس وبين الدكاتره باسم الكوليستين، مشهور جدا باسم الكوليستين. الميكانيزم اوف اكشن، بصوا يا جماعه، البوليميكسينز دي كعيله هي كاتايون بولي بيبتايد. بولي بيبتايد برضه مركبات كبيره بس كاتايون لو لقيت اناين بتقفش فيه. ايه الاناين بقى؟ هي الفوسفوليبيدز، والفوسفوليبيدز هو المكون الرئيسي للسيل ممبرين. فانا دلوقتي بخلي حاجه بوزيتيف تضرب مع تمسك مع حاجه نيجاتيف، فتبدا تعمل ايه؟ تشتغل زي بالظبط. عارفين فكره الصابون الديترجنت لما بيجي يمسك في الليبت كده ويبهدلها ويبقى يعني يمسك فيها وكده، ده نفس الشكل في الصوره. البوليميكسين او الاخضر ده ابتدى يمسك مع الفوسفوليبيدز ويحصل ديستربشن للسيل ممبرين. السيل ممبرين لما يحصل له ديستربشن، خاصه الجرام نيجاتيف، مفيش بقى بيبتيلو جلايكان وكده، هي على بعضها سيل ممبرين، خلاص بقى المكونات بتاعه الخليه بتطلع ويحصل سيل ديث. السبيكترم بتاع البوليميكسينز عالي قوي قوي قوي، واخده سودوموناس اريجونوزا اشريشيا اي حاجه بقى جرام نيجاتيف البوليميكسين مش هيغلب معاها، ميكانيزم سهل جدا وبتاع. مفيش بقى ما هتقاوم ايه المقاومه اللي هتعملها لي؟ ده انا بفرتك السيل ممبرين، فبالتالي بياخد بكتيريا عاليه قوي قاومه مضادات حيويه كتير قوي، زي السودوموناس اريجونوزا اشريشيا كولاي، كليبسيلا نيومونيا. الحاجات دي على فكره كليبسيلا نيومونيا دي يعني في سترينز منها في الحضانات، عايز اقول لكم مقاومه لادخانها مضاد حيوي، فبالتالي يعني معروفه قوي يعني. واي حاجه تانية جرام نيجاتيف قاومه الاشريشيا كولاي. على فكره في اشريشيا كولاي ظهرت قاومه مضادات حيويه، كل المضادات الحيويه، حتى كمان قريت ان هي قاومه الكوليستين اللي انا بكلمكم عليه ده اللي هو البوليميكسين اي. انتوا متخيلين في سترينز ظهرت كده؟ واحد مات في امريكا من سنتين كان اشريشيا كولاي ظهرت مقاومه لجميع المضادات الحيويه، خلاص. فما ما تستهترش بالجرام نيجاتيف بالذات، خاصه لما تقاوم الانتي بايوتكس. طب ما دي حاجه كويسه يا عم دهشين، ايه المشكله؟ ما احنا خلاص قدرنا نسيطر على البكتيريا بس للاسف بوليميكسينز ليها نيوروتوكسيستي ونفروتوكسيستي عاليه قوي. فبالتالي مش هستخدمها كده غير لما يبقى في ريزون ان انا استخدم. ايه الريزون؟ قال لك رحت مزرعه ما لقيتش غير الكوليستين اللي هيتم استخدامه، خلاص هستخدم الكوليستين. نفروتوكسيستي ونيوروتوكسيستي يبقى الراجل هيموت يا جدع، ما ينفعش، فهستخدمه. فبالتالي هنا استخدام البوليميكسينز هيكون مقتصر على ريزيستنس بكتيريا مالتيبل دراج ريزيستنس. يعني بكتيريا ظهرت لي في مزرعه قالت لي انا مقاومه للسيفالوسبورينز والامينو جلايكوزايدز والماكرولايدز وكل ده كله، وبس انا شغال على الكوليستين هيموتني ده، خلاص يبقى انا دلوقتي سنسيتيف الكوليستين، خلاص يبقى انا هستخدمك، خلاص بقى مش هفكر في حته نيوروتوكسيستي او نيفروتوكسيستي. طيب لو هنفكر في عيله البوليميكسينز هنستخدم حاجتين، البوليميكسين بي وده موجود في صوره حقن، واوبسالميك سوليوشن وتوبيكال بريبريشن. وعلى فكره التوبيكال بريبريشن والاوبسالميك دي مش عادي خالص، ملهاش اي علاقه بالنيفروتوكسيستي والنيوروتوكسيستي، ودي اللي موجوده مع الباسيتراسين. مش قلت لك الباسيتراسين معاه بوليميكسين بي ونيومايسين ككومبينيشن كده بتعمل. وعلى فكره البوليميكسين بي متوفر بشكل كبير كتوبيكال وافكتيف جدا جدا.
اما البوليميكسين اي وهو الكوليستين متوفر في صوره برو دراج اللي هو كوليستيميسات صوديوم، ده بيستخدم اي في او انهاليشن في انيوبلايزر. فكره الكوليستين ده من المضادات الحيويه اللي بتستخدم في البيطري بشكل كبير قوي، بتستخدم في البيطري بشكل كبير وشائع جدا استخدامه. تاني حاجه دي بقى من الحاجات المتوفره وبرضه في الطوارئ وموجوده في العنايه المركزه، وموجوده كده ايه، حاجه كده ايه زي الفيفث جنريشن سيفالوسبورين، زي حاجه اسمها اللينزوليت هنتكلم عليها في الحلقات اللي جايه، يعني حاجه كده الدابتومايسين. ده لايبو بيبتايد. الدابتومايسين ده حاجه نوفل كده، وشركه الليلي هي اللي عاملاها في الثمانينات، واستخلاصه كان من الستريبتومايسيس، ويعني من الحاجات اللي شغاله في اللايف ثريتنج جرام بوزيتيف بكتيريا. يعني انا دلوقتي يعني ده انا بقول لك لايبوبيبتايد وشكله سايكليك لايبوبيبتايد، لو شفت الاستراكشر بتاعه تلاقيه كبير كده، فهتلاقيه شغال جرام بوزيتيف. وبعدين على فكره ده مش اي جرام بوزيتيف هنستخدم له الدواء ده محتفظين بيه في الباترينا. يعني ايه؟ يعني ايه محتفظين فيه في الباترينا؟ يعني زي الفيبس جنريشن سيفالوسبورينز في الباترينا، يعني مش هستخدمه كده عمال على بطال. ده لما يبقى فيه حاجه خلاص فشلنا في المضادات الحيويه فشلت كلها، هاتوا الدابتومايسين وهاتوه. ادي الدابتومايسين زيه زي الفانكومايسين بس بكتيري سايدل سريع جدا، وشغال كمان على الفارسا، شغال فارسا وفي ار اي بقى دي اللي هي الانتيروكوكساي. مش انا قلت لك في مارسا ومارسي، في فارسا وفي فارسي برضو. وده بالنسبه لي يعني شغال مارسا وفارسا، يبقى شغال على نطاق واسع جدا من الافكت. الميكانيزم بتاعه يا جماعه شغال على السيل ممبرين. بيعمل ايه؟ ده شكل الدابتومايسين شكله كده، بيبدا ان هو مع الكالسيوم كده ديبندنت، بيعمل كومبلكس مع الكالسيوم، يبدا يخترق السيل ممبرين زي ما انتم شايفين. لما يخترق السيل ممبرين يبدا يروح للبوتاسيوم تشانل كده، فيبدا يفتحها. لما يفتحها يطلع كل البوتاسيوم اللي جوه الخليه. كل البوتاسيوم اللي جوه الخليه يطلع. مفيش بوتاسيوم جوه، موتي على طول، هتموت. هيحصل رابيد سيل ديس. ده الميكانيزم بتاعه بكل بساطه. بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في لايف ثريتنج انفكشنز، يعني العدوى اللي هتموت. العدوى يعني حاطينه في الباترينا. طيب في ايه؟ يعني في الكومبليكيتد سكين ستراكشر انفكشن، في الستافيلوكوكس ايرس بكتيريميا والستافيلوكوكس ايرس اندوكاردايتس، اللي ليها علاقه كلها بجرام بوزيتيف. ده ما بيشتغلش جرام نيجاتيف خالص، الدواء ده يا جماعه دي الدوز بتاعته. الدواء ده يا جماعه بيحصل له ان اكتيفيشن عن طريق البلمونري سيرفاكتنت، فبالتالي مش هينفع يستخدم في علاج النيومونيا، مش هينفع يتم استخدامه في علاج النيومونيا، لانه بيعمل ايه؟ بيحصل له ان اكتيفيشن بواسطه البلمونري سيرفاكتنت. فبالتالي كل ما يروح فمش هيحصل مش هيأثر، لانه هيحصل له ان اكتيفيشن. كده يا جماعه يبقى احنا انتهينا من حلقتنا النهارده. تعالوا بينا ندخل في فقره الصيدليه. بعد كده هندخل في فقره الصيدليه. بصراحه الحلقه دي تعبتني جدا. يعني يمكن شايفين السلايد دي رقم 29، يعني المفروض ان هي 60 سلايد، فبالتالي يعني نص السلايدز اللي معانا نصها فقره الصيدليه. فتعبتني جدا، وان احنا بنتكلم عن سيفالوسبورينز يا جماعه، يعني على قد ما اقدر قدرت اجيب لكم جزء من الادويه بتاعت السيفالوسبورينز والبراندات بتاعتها. فهنمسك حاجه واحده واحده. احنا عايزين نلم الحلقه مع بعض. ندخل على السيفالوسبورينز اللي بدينا فيها الحلقه. الفيرست جنريشن، اتكلمنا الفيرست جنريشن شغاله على البوزيتيف اكتر، وشغاله شويه صغيرين جدا على النيجاتيف. وقلنا السيفادروكسيل الديوريسيف ده البراند الشائع كبراند اصلي، ولكن في شركات مالتي زي جي اس كي منزله الايبيدروكسيل، ساندوز منزله البايدروكسيل، وفي البيوريسيف، ويعني السيفادروكسيل دول اشهر حاجات معانا، وفي لونجسيف. دول اشهر براندات عندنا. خلاص، يمكن احنا كاتبين هنا ديوريسيف بس فقط عشان ده في الداتا بتاعتنا، بس فقره الصيدليه فقره تجاريه علشان نتدرب فيها في الصيدليه. ويمكن كتاب البري وورك مكتوب فيه كل البراندات اللي احنا شايفينها هنا. خلاص، ده بالنسبه للسيفادروكسيل. السيفالكسين عندنا الكيفاليكس ده المشهور كبراند اصلي كيفاليكس، وعندنا الكيبوريكس بتاع جي اس كي بمختلف تركيزاته، وعندنا السيفالكس بتاع شركه تابوك. يمكن عندهم في السعوديه، الناس اللي شغاله في السعوديه عارفين الكلام ده، ومشهور عندهم السيفالكس بتاع تابوك. ده بالنسبه للسيفالكسين. ده برضو فيرست جنريشن. في نفس الفيرست جنريشن سفرادين في نفس الفيرست، وبراند يعني براند عظيم اللي هو الفيلوسيف. ده كبراند مشهور جدا واشهر براند للسفرادين.
براند عالمي طبعا. كان في احد الاخوه الافاضل كان بيقول ان الفيلوسيف ده اختصار لكلمه very low side effects، يعني الاختصار بتاع الفي very لو سايد افكتس، يعني السايد افكتس بتاعته قليله جدا. ده اول ما اكتشف البراند، واول ما اكتشف طبعا العيله بتاعت سيفالوسبورينز، فاتعمل البراند ده بناء على كلمه فيري لو سايد افكتس اللي هو الفيلوسيف. وده بالنسبه لماده السفرادين. طيب بالنسبه للسيفازولين، دي الحاجه الوحيده اللي في الفيرست جنريشن اللي موجوده منها بارنترال، وفي براند اللي هو الزاينول. خلصنا الفيرست جنريشن، ندخل على السكند جنريشن سيفالوسبورينز. طيب سكند جنريشن سيفالوسبورينز هنخش على السيفاكلور. السيفاكلور لو بصيتوا كله طعم الفراوله، فراوله 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 بتاع الفراوله، شايفين كله طعم الفراوله، طعم كويس قوي السيفاكلور. عندنا السيكلور والباكتيكلور وتابيكلور، شركه تابوك، تابيكلور ده بالنسبه للسيفاكلور. طيب بالنسبه للسيفيروكزيم طعمه وحش قوي 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 قوي. زينات او زيناسيف او زيناسيف، في منه اقراص، في منه الفايلز. ده ابتدوا يعتمدوا انه خلاص ما يوفروش منه الاورال سسبنشن. ده سيفيروكزيم، وده الوحيد في السكند جنريشن اللي بيعدي البلاد برين بارير، ولكنه لا يستخدم لان عندي سيفتراكزون وسيفتراكسين. السيفابروزيل ده ايضا سكند جنريشن اللي هو السيفزيل. عندنا السيفزيل برضو طعمه حلو، بس يعني حلو زي برضو السيفاكلور، ولا السيفاكلور هو احسن طعم بصراحه، بس ده طعمه حلو برضو. بالنسبه للسيفوكسيتين ده اللي هو الميفوكسين، ده ايضا سكند جنريشن سيفالوسبورينز. نخش على الثيرد جنريشن سيفالوسبورينز ونبدا بالبارنترال والعملاق سيفتراكزون. روسيفين كبراند، مش عايزين نقول اصل برضو، خلينا نتكلم كبراند. مالتي، في عندي وينتراكزون مالتي، سانوفي، سيفتراكزون ساندوز، عندنا ترايكزون تابوك، عندنا ايبيسيفين شركه ايبيكو، عندنا الزوراكزون شركه المهن، وبصراحه شركه محترمه. ومن يعني من ضمن المنتجات زوراكزون من الحاجات اللي سعرها كويس قوي، افضل الاسعار بتاعه سيفتراكزون. دي كلها سيفتراكزون، دي كلها سيفتراكزون. يعني انا مش عايز اقول لكم مفيش شركه مش من صناع سيفتراكزون، دي يعني في اكتر من كده، طبعا في اكتر من كده. شايفين الصوره في النص اقروها كده، فيفر is not a sign of ceftriaxone deficiency. لما انت تبقى سخن، دي مش علامه ان عندك نقص في السيفتراكزون. ده طبعا حاجه كوميديه مضحكه في طبعا من بره، طبعا الكلام ده عشان اعرفكم ان الكلام ده في العالم كله. ان اي حد يبقى سخن مش نديله سيفتراكزون، لا، وده يعني بناء على ان هو اشهر حاجه بتطلع في اي حاجه، اي انفكشن بيطلع السيفتراكزون. نيجي بقى للسيفوتاكسين. عندنا الكلافوران ده كبراند للسيفوتاكسين اصلي. عندنا السيفوتاكس بتاع ايبوكو، سيفوتاكس متشهر قوي. السيفوتاكس براند كبراند اتشهر قوي. عندنا الراميتاكس، وعندنا الزورين، وعندنا الفوكسين، ده للسيفوتاكسيم. عندنا السيفوبيرازون، سيفوبيد هو البراند الاصلي بتاع فايزر. عندنا السيفازون، وعندنا بقى الكومباينيشن ما بين السيفوبيرازون والسالباكتام. عندنا السالبيرازون برضو بتاع فايزر، عندنا السيفوكتام، وعندنا البيراكتام. دول براندات بتحتوي على السيفوبيرازون بلس سالباكتام. ندخل ونتكلم عن اخر واحد معانا وافضل واحد معانا في البارنتال ثيرد جنريشن سيفالوسبورينز، هو السيفتازيديم اللي هو الفورتم. السيفتازيديم اللي هو الفورتم، والانفراد بتاعنا في حلقتنا اللي هو السيفتازيديم مع الافيباكتام اللي هو افيكاز. ده براند لسه جديد جدا. ده بالنسبه لكل البارنتال ثيرد جنريشن سيفالوسبورينز. هندخل في الاورال ثيرد جنريشن سيفالوسبورينز. عندنا السيفوكسين اللي هو السوبراكس. سوبراكس في منه 200 وفي منه 400 كبسولات، سواء مرتين في اليوم 200 مره، ومره في اليوم هيبقى 400. في سوبراكس الشراب هنضرب الوزن فيه 4 من 10، هيدينا عدد الملي المفروض ياخده الطفل في اليوم. ده بالنسبه للسوبراكس. في عندنا براند اخر زيماسيف بتاع سيجما. نتكلم عن السيفدينير. على فكره السوبراكس من افضل المضادات الحيويه كشرب، هو والاومنيسيف والسيفدينير اللي هو الاومنيسيف ده. وفي السيفدين بتاع نوفارتس، وفي الدينار بتاع شركه ادويه. ده بالنسبه للسيفدينير. عندنا السيفوبودوكسيم اللي هو اوريوليكس، ده اورال ثيرد جنريشن سيفالوسبورين. وعندنا السيفودوكس ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتحتوي على السيفودوكسيم. عندنا يا جماعه في النهايه اللي هو سيفيدوتورين اللي هو مايتك، ده برضو ثيرد جنريشن سيفالوسبورينز اورال. انتوا حاسين ان انا
بهبط خلاص. جبت اخري، لان انا مش مسجل حلقه واحده، مسجل حلقتين. انا بتكلم من ساعه ما قلت يا بنسلنز، اللي هي الحلقه الماضيه. انا قلت لكم انا خلصت الداتا بتاعه السيل وول انهبيتورز كلها، بس قلت لكم هقسمها على حلقتين، فبالتالي انا بتكلم من اول ما قلنا يا بنسلنز، فاكرين اللي هي الحلقه بتاعه الحلقه اللي فاتت. فبالتالي ده طبيعي جدا يعني، ده انا كده خلاص بجيب اخري بسقط خلاص. طيب نكمل على خير، يا رب نخلص على خير. الفورث جنريشن سيفالوس بورنز. ندخل بقى في السيفي بيم اللي هو الماكس بيم، مشهور جدا، والوين سيف. عندنا سيف بايروم اللي هو سيف روم، ده برضو فورث جنريشن سيفالوس بورنز. عندنا فيفث جنريشن سيفالوس بورنز، ادويه الباترينا. ايه رايكم لو نسمي الادويه اللي بتستخدم بس في اللايف ثريتنج سيريس انفكشنز زي الدابتومايسين والفيفث جنريشن سيفالوس بورنز والحاجات دي، نقول عليها ادويه الباترينا عشان نلخص كلام كتير يعني. عندنا ادويه الباترينا في السيفالوس بورنز هي السيفت، والفورث جنريشن ايضا دواء باترينا. السيفتو بيبرول اللي هو زفتيرا، والسيفتارولين اللي هو تفلارو، السيفتولازان ده اللي هو زرباكسا، وده مش موجود لوحده، موجود مع الافوباكتام، ده بالنسبه للفيفث جنريشن سيفالوسبورينز. هندخل في عيله جديده وهي عيله المونوباكتامز اللي هو الاستيريونام. في عندنا الازاكتام، ده يتاخد في حاله ايه؟ في حاله عندي سيروس انفكشن مثلا، وعايز استخدم حاجه بيتا لاكتام، والبنسلينز مش نافعه عشان الهايبر سنسيتيفيتي، وسيفالوسبورنز مش نافعه عشان الهايبر سنسيتيفيتي، فانا عندي واحد ما بيعملش كروس سنسيتيفيتي اللي هو استيريونام اللي هو الازاكتام. خلاص، الحلقه سهله والله وجميله قوي. عندنا برضو الايميبينيم اللي هو مع السيلاستاتين اللي هو التاينام، مشهور جدا جدا. مش باترينا قوي، بس برضو في السيروس انفكشن، مش باترينا قوي في السيروس انفكشن. عندنا اخواته بقى اللي ما لهمش علاقه بالدي هيدروبيبتيديز انزيم وبيشتغلوا على طول، وما لهمش علاقه ان هم يعملوا سيجرز زيه. الميرونيم اللي هو الميروبينيم طبعا. لا ثواني عشان دي سلايد واحده. الميروبينيم اللي هو الميرونيم ده مشهور جدا جدا، والدوريبينيم اللي هو الدوريباكس ده برضو لسه ما اتشهرش، بس ده الحاجات الجديده. الارتابينيم ده الانفانز ده مشهور جدا برضو. كل دي برضو ادويه باترينا، دي كلها ادويه باترينا. الدواء اللي موجود في اليابان بس هو التيبيبينيم، ده اورال بقى، الوحيد اللي اورال في عيله الكاربابينيمز، حتى سموه اورا بينم اورال وكاربابينيم. بس طبعا ده كله كلام ياباني، لان الدواء اصلا موجود في اليابان، موجود من بدري في اليابان فقط. الفانكومايسين ده شكل الفانكومايسين، في براندات كتيره، في فانكومايسين بتاع مايلان، في فانكومايسين، في فانكومايسين ملوش براند محدد يعني، ملوش تريد نيم نقول عليه، بس ده الفانكومايسين اي في انفيوجن. فانكومايسين اي في انفيوجن اكتر لمده ساعه. ريدمان سيندروم، انا تقريبا بخرف دلوقتي. تيكوبلانين اللي هو التارجوسيد من الحاجات المشهوره جدا. تيكوبلانين من الحاجات، التارجوسيد كبراند مشهور جدا. تيكوبلانين احد عائلات الفانكومايسين. عندنا التيليفانسين اللي هو فيبابتيف، ده برضو من الحاجات اللي مش مشهوره لسه. والدلابافانسين اللي هو الدلافانس، ده برضو من الحاجات البراندات اللي مش مشهوره قوي. دي كلها صور جايبينها من على النت، ما شفناهاش، الحاجات اللي لسه ما شفناهاش قوي، او ممكن تنزل لاماكن معينه، مستشفيات كبيره، استيراد الحاجات دي. طيب نخش بقى في الدواء الاختراع اللي هو الفوسفومايسين اللي هو المونوريل في اليورينري تراكت انفكشن. شايفين صوره البلادر واليورينري تراكت انفكشن في وقت هي 3 جرام ساشت واحد ساشت، تشتري ساشت دلوقتي تشتري كيس اهو. ده بقى اللي ايه، اللي يقول لك هات لي حبايه مضاد حيوي، ده بقى المصطلح اللي صح ان احنا نقول عليه هات شويه مضاد حيوي تاخد مره واحده فعلا. ده مصطلح صحيح لهذا الدواء. بسيتراسين جميل قوي 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 كتوبيكال، وعندك براندات جميله جدا بتستخدم كمراهم عين، مراهم للجلد. وعندنا سبراي البيفاترايسين، بصراحه سبراي على نطاق واسع جدا، اتشهر حتى جه فتره كده الناس اتجننت عليه. بيحتوي على نيومايسين والبسيتراسين ككومباينيشن. قلنا البسيتراسين مش لوحده، بيستخدم مع البوليمكسين والنيومايسين. عندنا الدابتومايسين الدواء الباترينا بتاعنا اللي بيشتغل على السيل ممبرين. عندنا الكيوبيسين ده من احد البراندات المشهوره جدا للدابتومايسين، ومتوفر في الصيدليات الكبيره كدواء. انا كده خلاص كده، استودعكم الله، مش هقدر اقول غير استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.